في مثل في الريف بيتقال مركب الضراير صارت ومركب السلاف غارت. بيجي يطلع من بيت العيله او يكلم اهله بيدخلوا عليه حرب. انت مش متخيل الشباب دول شباب زواجهم بيتاخر ويجي يقول لي انا هقع في الحرام، ومعظمهم من الصعيد لان العاده دي عندهم في الصعيد جامده جدا. هو الولد عايش يقول له لا مراتك بتاعتنا، انت بتتجوز واحده لابوك وامك. يعني نقطه اللي هي مستنيينها الناس الحل. يعني مش هنفضل نقعد نسكن على الامر، لابد ان احنا نفتح الجرح ونطلع ما فيه من فساد وما فيه من الم وما فيه من مشاكل عشان نبدا نحل. ما تقوليش اصل زوجتي هي ايه اللي حصل لها مع اخويا. الراجل دخل مصحه نفسيه مش عارف هيعمل ايه مع اخوه، مش عارف يعمل ايه اللي بيخلينا يعني نتكلم في الامور دي، الا ان الموضوع الواحد صدره بيضيق بسبب المواضيع دي. فيعني ببقى انا مكان المشاهد في الجزئيه دي، ان هم برضو علشان اهلنا في الريف دي انهم يتابعوها، اسمعوها، سمعوها لاولادكم. انت اسمعها، حتى لو انت كبير عيله اسمعها، انت لو حما اسمعيها، انت لو زوجه مقبله على الزواج اسمعيها، انت لو زوج اسمع وافهم. هنعمل بيت يلمنا انا والعيال، ولما حد يقول له يا عم في سلبيات في بيت العيله وانت كنت قاعد من 30 سنه على الجسر في البلد وقاعد تشتكي الفلاني اللي الله يرحمه مات وقلت لنا في مشاكل، قال لا احنا مش زي غيرنا. بص بقى احنا رجعنا لاول حلقه ازاي الشباب اللي في القريه عاملين جروبات واتس ما بينهم لفضايح بنت فلان الفلاني وفضايح مرات فلان الفلاني وفضايح كذا، وبيوصل الامر الاخوات ملتزمات. خيانات الزوجيه ده فظيع جدا. الاقي الاخ جاي لي يقول لي ازاي ده احنا في بيت عيله، انا زوجتي ما خرجتش، انا زوجتي كذا. ابدا احكي له شويه حاجات يقول لي كنت عايش معانا ولا ايه، ولازم نجيب مش عارف ايه وبتاع. بتلاقي الموضوع ده كبير جدا في المواسم. البنت بتتعارب الموسم اللي اهلها جايبينه ان هي ما نزلتش الحما كذا، يعني حاجه غريبه ابوها جايب لها حاجه، ويبداوا يقارنوا بين الموسم بتاعك ايه والموسم حاجات يعني اعراف ما انزل الله بها من سلطان. الراجل اللي بيسمح لزوجته تتدخل في النفقه اللي هيديها لامه ده ما يعتبرش راجل. في بيوت العيله عندك السلايف بينقسموا للسلفة الطيبة الغلبانة، في سلفة متدينة هي جاية من بيت عنده دين، في سلفة عصفورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة الأستاذ أحمد الأهواني، حبيب المشاهدين يعني وأصحاب الأفكار اللي بتعمل لنا مشاكل دايما يعني مع العائلات. والنهاردة كمان يعني المشكلة تبقى أكبر شوية وإن شاء الله نستفيد من حضرتك فيها. أنا اطلعت على سلسلة بيت العيلة، يعني اطلعت عليها وجدت ان هي يعني ما شاء الله حاجة واقعية جدا، وانا اخترتها من بين حاجات كتير ولقيت ان حضرتك فيها وصلت للواقعية الشديدة. ولذلك يعني عايزين نوصل نفس اللي انا اوصل لي ده للناس. يعني ايه فكرة بيت العيلة، ايه السلسلة اللي حضرتك اجتهدت فيها وازاي وصلت لكل التعمق الشديد والواقعية الشديدة اللي فيها دي. خلاص، فعايزين نعرف بقى المشاهدين قبل ما نبدأ في النقاط الجوهرية الكبيرة اللي تقريبا ما فيش بيت مصري مش هيستفيد بيها. لا يوجد فتاة أو شاب أو كبير عيلة أو زوج أو زوجة أو ولد ما يحتاجش للتفاصيل اللي موجودة النهاردة. حضرتك يعني ما شاء الله اختصرت فيها دورات تأهيلية كبيرة جدا، ممكن ناس تاخدها في أماكن كبيرة ومجهودات وحاجات كتير حضرتك ما شاء الله اختصرتها. ولذلك أنا يعني من شدة ما هي فيها تفاصيل كتير أنا جبتها قدامي، يعني سلسلة كبيرة ما شاء الله. فعايزين نفهم الناس إيه فكرة بيت العيلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قبل أي حاجة بشكرك يا أستاذ أمير على الاستضافة، ودي الاستضافة الثانية لينا بعد الأستاذ يوسف استضافني المرة اللي فاتت. فربنا يجزيه خير يا رب عنه وعن الدعوة وعن شباب المسلمين وبيوت المسلمين كلها، اللهم آمين. طبعا أنت دخلت المرة دي في عيش الدبابير زي ما بيقولوا يعني. الأستاذ يوسف المرة اللي فاتت ما سلكش من سلسلة تصحيح مفاهيم الزواج اللي هو عملها. الحلقة عدت حوالي 3 ساعات وربع تقريبا. انت جاي النهارده انتقيت من كل السلاسل سلسله شائكه جدا اللي هي بتتكلم عن اساس المشكلات اللي احنا بنقابلها اليومين دول في حياه المسلمين عامه. المشكله دي موجوده من قديم الازل، ولكن تقريبا مش عارف ليه الناس بتحب تدفن راسها في الرمال، ما بيتكلموش عن مشكلاتهم لاغراض معينه والكلام ده، مع ان دي حاجه سبحان الله. يعني لما نيجي نتكلم عن بيت العيله، اولا انا عايز ابدا الحلقه بتاعتي بان انا بتكلم ليه عن الموضوع ده. ليه عملت سلسله عن الموضوع ده؟ ليه دايما بتكلم عن الموضوع دوت؟ اولا مش بتكلم لا بنفر الناس ولا بقول للناس اقدموا على هذا الامر، ولكن انا بدي شويه نقاط تحذيريه قبل ما البيوت تفشل وتصل الى يعني حافه الخراب. لان كتير من المشكلات احنا بنقابلها وبتعرض علينا
بتفاجئ ان المشكله كلها اساسها ان الزوج والزوجه اصلا ما تعرفوش على بعض. فبتيجي تسالهم في الموضوع بترجع في الاساس لان هم كانوا عايشين في بيت هم ما اهتموش ان هم او نسيوا ان هم يتعرفوا على بعض. السنه الاولى تعدي، السنه الثانيه بتعدي، الثالثه بتعدي، بتتفاجئ بنفسك قاعد في قعده طلاق بعد 15 او 20 سنه بتسال عن اساس المشكلات. فبترجع المشكلات لاول شهر جواز واول شهرين جواز، لما الزوجه تقول لك هو ما قدرش يحتويني، والزوج يقول لك هي كانت بتعيط لوحدها، انا مش عارف هي قاعده تعيط ليه. وده من اول الزواج، لا هي عارفه تبوح باللي جواها ولا هو عارف يتصرف وياخد موقف ايجابي تجاه هذه المشكله، لانه ما يعرفش المشكله ولا حاط ايده على المشكله. اولا عايزين نتكلم ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان اجتماعي بطبعه. الانسان ما بيعرفش يعيش بمفرده، بل العيشه بمفردك دي اتعملت عقوبه اللي هي عقوبه السجن، واحيانا يبعدوك عن الناس اللي انت بتحبهم بعقوبه التغريب. يعني انت لما يعوزوا يسجنوك، ده حتى هم لو اتسجنت ولقوا معاك بيئه ممكن يحطوك سجن انفرادي انت تتجنن بقى. فالانسان اجتماعي بطبعه. اجتماعي بطبعه يعني بيألف ويؤلف وعايز يعمل حياه وعايز يتزوج ويجيب اولاد والكلام ده كله. الموضوع ده بيبدأ من القبيله الكبيره او الدوله، يندرج للمدينه للقريه لحد البيت. فبيجي كل رب اسره بيبدا يكون اسره بيفكر في اول ناس يجمعهم حوالي مين؟ اولاده. فيبدا يجمع اولاد بحجه بيتي يلمكم، احنا عايزين نعمل بيت، البيت ده هيلم الاولاد كلهم والكلام ده كله، ويجتهد طوال حياته في بناء هذا البيت. وكل همه في الحياة ان هو يجمع اموال علشان يوسع طوابق هذا البيت، يعمل الدور الاول لابنه الاولاني والدور الثاني لابنه الثالث. بيدخل بقى الموضوع ده في المجتمع المصري لحاجه غريبه جدا، ان هم بس مش موضوع بيت العيله ده، احنا مش بنرسم بس على بيت يلمنا واحنا احياء، لا ده بيبدا لما بيكبر في السن بيبدا يجيب مقابر للعيله. فيقول لك حوش عائله فلان، ولازم يهتم جدا بالرخامه اللي موجوده على الحوش من فوق دي، ويكتب حوش عائله فلان تاسس سنه كذا، ويهتم جدا بالحوش اللي هيجمع اللي هيجمع العيله عشان يبقى في الحياه. يعني وهم احياء وهم اموات بيجمعوا مع بعض، وتحصل خناقات. تلاقي في القرى خناقه ان فلان ده مسافر، لا ده لازم يجي يدفن في جنب ابوه، فلانه لازم تيجي مش عارف تدفن. بيحصل مشاكل كتير جدا. بيوصل موضوع بيت العيله لان هم بيحاول رب الاسره كمان يعمل بيت للبنت او حاجه للبنت في بيت العيله. بيقنع زوجها ان هو يجي يبني معاه، ودي بتشوفها انت، يقول لك ده فلان اقنع زوج بنته ان هو يجي يبني معاه عشان البنت تبقى جنب اخواتها والكلام ده كله. بتيجي بعدها البنات في الميراث احيانا بيخرجوا من مول البلحمص ويقول لك البنات ما لهمش في البيوت. طب جوزها اللي دفع في البيت ده، لا ده كان هدف الاب هدف تجميعي، فهو يجمع كل افراد الاسره. ولكن لما الاب بيفقد كقيمه بتتفاجئ بان بيطلع لك حاجات ياكلوا ورث البنات، مع انهم خلوا البنت من ميراثها تحط، او الاب يحط لها بيت والكلام ده كله. فبدا يحصل المشكلات دي مش بتندرج بس تحت الطاوله الكبيره اللي هي بتاعت ان انا عايز اجمع اولادي معايا واجمع اولادي، لا ده بتندرج كمان ان اولادي هيبقوا معايا في الزمام بتاعي، حتى في التجاره. يعني هم الاولاد مش هيخرجوا بره الموضوع خالص. فتلاقي الاب بيجمع الاولاد احيانا، لو هو عنده تجاره لازم يجمع اولاده في تجاره معاه. بيبدا الاولاد يتجمعوا وكل واحد منهم يأسس أسرة، فتبدأ المشكلات من بعض الأمور اللي هم مش بياخدوا بالهم منها ومش منتبهين لها. ليه؟ لأن هم مش عارفين طبيعة الحياة اللي هم قاعدينها، مش عارفين طبائع النفس البشرية، مش عارفين حال الوافدين اللي جايين الجدد. ولذلك بتبدأ المشكلات، وبيبدأ كل واحد يفكر للأسف الشديد وهو مش عارف هيعمل ايه. طيب حضرتك بينت لنا العيلة دي وفكرة أساسها إيه. بيجي تحت المبدأ ده مشاكل كتير، بما أن حضرتك أسست بقى الموضوع العائلة وقلت فكرتها بتيجي إزاي. بتيجي إن العيلة دي زي ما حضرتك بينت هتتكون من أشخاص مختلفين. الولد اتجوز من بنت عائلة فلان، والولد الكبير اتجوز من بنت عائلة فلان، فأصبح إن في مبادئ جاية من أماكن مختلفة. دي عائلة لها أصول ولها مبادئ،
في طريقة إكرامهم مع الناس، تعاملهم مع الواجبات. العيلة دي مختلفة، فيجي واحدة من هنا وتيجي واحدة من هنا اللي هم بيسموا بقى السلايف. نعم. والسلفة دي لها عدايل خلاص. وطبعا يعني في بيوت الريف وفي الصعيد وبحري والكلام ده، يعني الكلام ده معروف عند الناس، مش غريب، وحضرتك طبعا ما شاء الله أدرى بده. الاختلافات دي نعمل فيها ايه؟ يعني اصبح ان هي جايه شايفه ان العيله دي ليهم مبادئ مختلفه غير اللي هي تربت عليها. طب هي تعمل ايه دلوقتي؟ شايفه ان حماها ليه مبادئ وطريقه في التفكير وفي القرارات وفي الحاجات دي مختلفه خالص على اللي هي تربت عليه، وبالتالي ليها سلفه تاني جايه من افكار ومن عيله مختلفه ومن طبقه مختلفه في مجتمع تاني، فبالتالي ليها افكار مختلفه. طيب هي السلفه دي عايشه معاها، وحماها ده عايش معاها، وام زوجها عايشه معاها، وكل واحده لها تفكير. خلاص نعمل ايه؟ ازاي نوافق في الحاجات دي في حاله بقى ان خلاص ده موجود؟ الزوجات دول احنا بنسميهم الضيف الجديد على العيله. الضيف الجديد على العيله اللي هي الزوجه. وغالبا يرحب بالضيف الجديد كزوجه، لكن ما يرحبش بالضيف اللي هو زوج البنت. يعني هم عايزين دايما البيت دوت كل ما فيه ينسب للاب الكبير. يعني العيال اللي جايين دول طالما هم هيبقوا اسمائهم تابعين للجد، فتلاقي في حاله توافق كبيره جدا بين الاب وان هو بيزوج بناته فجاي على رضا منه، لكن ما بيحصلش العكس. طيب الزوجات اللي جايين من مشارب شتى دول، اللي انت زي ما انت تكرمت، واضح ان انت برضو متابع السلسله كويس ومحضر لها كويس. الزوجات اللي جايين من مشارب شتى كل واحده فيهم جايه في البدايه عشان تغير النظام. هي جايه بتحلم بالامر ده، هي جايه عشان تعمل ايه؟ تعيد هيكله. ده الزوجه الاولى مثلا بتاعت الابن الاول جايه وبتقول ان شاء الله انا اللي هكسب حماتي وانا اللي داخله. هي داخله عندها طاقه حيويه وحوار جميل جدا. يعني هي داخله بنيه صافيه جدا، فبتدخل وبتصطدم في ان البيت ما ينفعش فيه التغيير، غير قابل للتغيير، لان كل الكلام دوت هي حاجات سبقت. احنا بقالنا سنين عايشين على كده، فبتتفاجئ بكل حاجه بتعملها. بتتفاجئ من حماتها بتقول لها لا احنا مش متعودين على كده. والكلمه الفصل بقى ان الابن يجي يقول لوالدته او بتاع يا امي ما تيجي نعمل كذا، ده فكره حلوه، تقوم جاي مدخل الاب، فالاب يقول احنا مش زي غيرنا. احنا مش زي غيرنا دي بتصطدم بكل آلية تغيير ممكن تيجي. حتى لو البنت دي متربيه في بيت عندهم ايجابيه مش موجوده في البيت ده، فبدات تغير السلبيه بايجابيه. لا احنا مش زي غيرنا. الكلام ده متربيين وعندنا عادات غير عادات العائله اللي انت جايه منها. الكلام ده موجود في الريف بكثره جدا، ان انت تلاقي البنت جايه. اول مشكله بقى بتحصل ليه دايما في الريف احنا بنشوف المشاكل بدأ من وفي الريف وفي المدن برضو اللي بيمشي على الشاكله اللي انا هكلمك عنها دلوقتي دي. في الريف وفي المدن ليه بادئين يعملوا مشاكل من اول اسبوعين 3 جواز؟ اللي هي الموضوع ليه هي بدأ المشاكل ليه بدأت من ساعة أول الدخلة. يعني احنا في الدخلة احنا بادئين خلاص احنا لسه حياة جديدة. بتتفاجئ بالام مجمعه الخالات وبتاع، وممكن تلاقي خناقه علشان اصل البنت ما عدتش عليا، البنت طلعت على فوق على طول، وتلاقي خناقه كبيره سلمت عليا يعني والبنت قاعده بقالها اسبوع يا حبيبي هي ما نزلتش ليه، الكلام ده كله. فتبدا البنت عايزه تغير من شويه الافكار، فتصطدم امام هذا الموضوع. طب لما بتصطدم بقى استاذ امير بتعمل ايه؟ اول ما بتصطدم بهذا الامر بتبدا تنكمش في نفسها، تتقوقع في نفسها، تبدا تبكي، وتلاقي الزوجة داخلة في حالة اكتئاب. والزوج كل ما هو جاي من بره بيسألها انت مالك، هي مش قادرة تتكلم لان هي مش عارفة تبوح، لان هي لو اتكلمت هتعمل مشكلة بينه وبين والده، ومشكلة بينه وبين والدته، ومشكلة في البيت اللي هي اصلا مش عارفة اساسيات البيت. يعني هي انا داخلة انا بقول حاجة عادية هم قلبوا عليا، هي مش عارفة تولى في المنظومة دي ازاي. هو ممكن كمان تكون بتقول حاجة بالنسبة لها ما فيهاش مشكلة. يعني ممكن تكون شايفة ان حاجة حصلت، اتربت ان لما الحاجه دي بتحصل عندها في بيت ابوها اللي جايه منه بيبقى لها رد فعل. لما عملت رد الفعل ده في البيت الزوجيه الجديد في بيت العيله، لقت ردود افعال ان هي زوجتك عملت وزوجتك سوت، وردود افعال غير مقبوله بالنسبه للزوجه، لان شايفه ان ده عادي. وهم كمان ممكن يبقى رد فعلهم بالنسبه لهم بسيط، بالنسبه لها هي لا، رد الفعل ده غير مقبول بالمره. ليه؟ لان هي اتربت على حاجه زي كده، فبينشأ بقى ايه؟ عدم الفهم، ان هم مش فاهمين بعض. اصبحت ان الزوجه مش فاهمه حماتها،
اصبحت الزوجه مش فاهمه حماها، اصبح مش فاهمه سلفتها. السلفه دي اللي يعني الزوجه المقابله ليها لاخو زوجها، يعني اثنين رجاله اخوات. السلفه دي السلفه انا بقول كده طبعا عشان عارفين الكلام ده. بس هم يعني انا بقول كده عشان ايه اللي هيتابعنا ومش عارف الالفاظ دي. السلفه دي اخين متجوزين، ففي كل واحد منهم متزوج، دول سلاف لبعض. في مثل في الريف بيتقال مركب الضراير صارت ومركب السلاف غارت. يعني الضراير ممكن يمشوا مع بعض ويتوالفوا مع بعض احيانا في بعض الاحيان، وان كان في بينهم بعض الغيره، ولكن السلايف مركبهم بتغير. ما دي اللي انا هتكلم فيه بقى، هو ايه النفسيات بين السلايف اللي عملت هي الطبيعه دي. الزوجه بتبدا، الزوج مثلا تخيل انت دلوقتي انا عايز افرق بين بيتين عشان برضه نبقى احنا منتبهين. في بيت عيله في الريف، معظم الارياف دلوقتي شغاله عليه، بيت العيله اللي هو البيت كله بينزل حياته كلها تحت. حياته كلها تحت يعني ايه؟ يعني الدور الارضي دوت الاب والام قاعدين حواليهم الابناء بزوجات الابناء. ده البيت الاولاني، وده البيت اللي يعني الناس الله العافيه والنجاه لكل اخت مسلمه بتدخل فيه. ليه؟ لان البيت دوت مخالف لكل ما انا يعني تعمل لنا مشاكل. احنا بنقول الحق والله، مش احنا بيجي لنا اسئله استاذ امير. الاخت منتقبه ودخلت البيت العيله، فالام بدات تقول لها يا بنتي انت لابسه، طب ما الام مش عندها الخلفيه بتاعت النقاب والكلام ده كله، فانت لابسه النقاب ليه قدام اخوات جوزك؟ ده هم هياكلوكي، ده زي اخواتك، حته زي اخواتك. فتبدا الاخت تسال وتقول هو انا لو قلعت النقاب عادي؟ وتلاقي الاسئله دي منتشره جدا في لو بحثت كده على اليوتيوب ولا على اي حاجه تلاقي الاسئله دي منتشره عند المشايخ كتير جدا. ليه؟ لان هي النفسيه مش مظبوط. هو بيت العيله اللي تحت ده اللي انا بتكلم عنه، البيت الاولاني ده اللي هو مصيبه بتاع زماننا، كل واحد بايت اللي هو كله بايت في مكانه الصبح، ده اساس المشكلات. ده اساس المشكلات ان هي لازم تنزل. في بيت تاني اقل وطأة. البيت التاني الاقل وطأة ان انت تبقى عايش في بيت كبير، كل واحد مستقل، الاب والام قاعدين مع بعض، الابن قاعد مع بعض، وكل واحد له حياه خاصه. البيت دوت هين كتير جدا عن البيت اللي انا بتكلم فيه، واللي انا عملت السلسله في الاساس عشان اتفادى السلبيات. هنا في سلبيات وهنا في سلبيات، وهنا في ايجابيات وهنا في ايجابيات. خلينا برضو ايه هنتكلم عليها ان شاء الله في اخر حلقه، ولكن نتكلم هو المشكله جت منين. هو المشكله الزوجيه جت منين وكل عايش مع بعضه. المشكله الزوجيه جت منين؟ تعالى كده تخيل، الاخ داخل البيت جاي من شغله تعبان، فالزوجه قاعده تحت بتطلع من صباحيه ربنا من الفجر، من اذان الفجر، او تنزل الساعه 10 متحدد لها ميعاد للنزول، فتنزل تقعد مع حماتها تحت. ده 10 ده كويس. 10 ده كويس. والسلايف متجمعين. بعد ما السلاف متجمعين كلهم قاعدين مع بعض، بيجي الزوج مرهق بالليل، ممكن يكون جاي على المغرب، جاي على العشاء، فيلاقي الزوجه مبتذله جدا بهدوم البيت وقاعده بتشتغل والكلام ده كله. فيبدا الزوج يطلع يقعد على الوضع ده اسبوع، اسبوعين، 3، يبدا يتكلم يقول لزوجته لا انا لما اجي بتستقبليني. فتبدا تقول له طب انا استقبلك ازاي؟ يقول لها اطلعي وراي. قالت انت عارف لما اطلع وراك هيحصل ايه؟ يقول لها هيحصل ايه يعني؟ فتبدا الزوجه تجرب تطلع وراه. حماتها طبعا تعوج بقها وتقول ايه ده انت مش مستحمله على جوزك، احنا ما كناش بنات. ويبدا السلايف في سلفه تانية. ممكن يكون لك اخ مالوش حاجه في النساء اصلا، فالسلفه هو مش محتاج زوجته. انت راجل عندك احتياجات فمحتاج زوجتك تستقبلك، ما فيهاش مشكله خالص. فيبدا الاخ ده ياثر على الاخ ده، والسلفه دي تاثر على السلفه دي، ويبداوا يعملوا بقى تحالفات. وتقول الام طبعا عايزه تراضي الكل، ما هي الموضوع ان انت عايز تراضي الكل. تبدا البنت نفسها مش قادره تعمل ده، ومش قادره تقوم بالواجبات الزوجيه اللي هي اصلا واجبه عليها خالص، وبتعمل حاجات تانية خالص. والزوج يبدا يفكر بيزيد من المشكله وحاسس ان في تقصير عند زوجته، فيبدا يتهم الزوجه ان الزوجه مقصره معاه، فيبدا يجي لنا في مشكله ويقول زوجتي مقصره. فلما تقعد تسمع منه القصه دي وان الزوجه انت حاططها في الوضع ده، تبقى انت قاعد مستغرب جدا. طب البنت دي تعمل ايه؟ يعني الزوجه دي هتعمل ايه بجد؟ يعني هي يا اما تزعل امك وانت هتزعل على زعل امك، يا اما انت عايز تفصلها، انت مش عارف تاخد قرار لان ابوك هيقف ضدك وامك هتقف ضدك والجيران هيقفوا ضدك والمجتمع كله هيقف ضدك، وممكن يخطبوا عنك خطبه جمعه في مسجد البلد. وانا عايز اقول حاجه للمشاهدين، لان الاستاذ احمد يعني ما زال بقى نازل في ايه، بيعرض المشاكل. يعني هو بيعرض المشاكل، ودي حاجات موجوده يعني اهل الريف ومحافظات الصعيد
اللي فيها شعبيه كبيره ومحافظات بحري. خلاص كل ده عارفين ومدركين للي بيحكيه له الاستاذ احمد جزاه الله خير. هو هيعرض كل ده في الاخر، يعني هيعرض ده وهيقول حل، يعني عشان المشاهدين انا عارف التعليقات والحاجات دي وانا معايا اسئله انت خايف يكسروا الشاشه من بدايه الحلقه. لا ما انا عايز اقول يعني عشان انا حاسك خلاص عايز اقول لهم ان في الاخر حضرتك ليك متابعين. في الاخر هو الاستاذ احمد مش هنسيبه غير لما يعرض لنا حلول لكل ده، حلول اللي عايزه تتجوز واللي لسه ما اتجوزتش واللي مقبل واللي عدى في المشكله وعدى فيها 5 سنين و10 سنين حلوا. كل ده هنكلمه خلاص وهنقوله، مش هنسيبه غير لما نوصل فيه مع كل الحلول دي. فانا حبيت يعني قبل ما يكمل ويسترسل في المشاكل الكبيره ان انا مستشعر وحاطط نفسي مكان المشاهد، الامر فعلا صعب. في حاجه كمان مهمه المفروض احنا ننتبه ليها، ان الزوجه دي غالبا في البدايه بتبدا بدايه وهي مش مقصره، بس الوضع بتاع البيت هو اللي خلاها تقع في التقصير. يعني ايه يا استاذ امير؟ الزوجه بادئه المفترض علاقه زوجيه زوج وزوجه، احنا لسه ما فيش اولاد حتى، يعني احنا زوج وزوجه. فبتدخل الزوجه المنظومه دي كلها بتتفاجئ انها المفترض عليها، المفترض ده فرض عليها تولف مع الام وتولف مع السلايف وتولف مع اخوات الزوج الولاد والبنات، خلي بالك، وتولف مع الاب وتتآلف كويس جدا مع اصحاب الام وتتآلف مع الجارات وتتآلف مع بنت خالة الأم اللي جاية من سفر بعيد وبتيجي للأم كل سنة، فلازم الزيارة بيعد ليها بالخمس أيام والكلام ده كله، وتتآلف مع إخوات الأم اللي هي خالات زوجها يعني، وتتآلف مع العمات اللي هي إخوات حماها، وبتتآلف مع الزوجات الجدد اللي لسه جايين هيبقوا سلافها. فبتبدأ منظومة كبيرة جدا عقل المرأة القاصر لا يستطيع أن يتحملها، فتبدأ الست تشتت بين إرضاء هؤلاء جميعا على مختلف مشاربهم وعلى مختلف ثقافاتهم وعلى مختلف التوجهات بتاعتهم، فتبدأ في حالة صعبة جدا ان هي مش عارفة توازن مع زوجها. وفي الاخر بنكتشف ايه؟ بنكتشف ان الاخت نسيت تتقرب الى زوجها ونسيت تتعرف على زوجها، فتيجي بعد 3-4 سنين الاتنين مش عارفين بعض، بس الاتنين خلفوا، الاتنين عندهم عيال بس هم خلفوا. ده اول سنة جواز اصلا عشان تتعرفوا على بعض، يعني اول سنة جواز تتعرفوا على بعض. طب الزوجة كانت مشغولة بايه؟ الزوجة كانت مشغولة في التعرف على الام وعلى الاخت وعلى الجارة وعلى المجتمع والناس، داخله تحل المشاكل دي، داخله تحل مشاكل كبيره جدا. وتبدا خلي بالك بقى من تبدا دي، تبدا تتقرب من اللي الام بتتقرب منه، وتبدا تبعد عن اللي الام عايزاها تبعد عنه، وتبدا تحاول محاولات يعني يائسه لو هي واحده صالحه انها تبتعد عن مجالس الغيبه والنميمه اللي بتتعمل في المجتمعات النسائيه دي. لو اخت صالحه دخلت في المنظومه دي بتحس ان هي يا اما تضيع دينها يا اما تلتزم بدينها، فهتخسر البيئه دي كلها، وهتتفاجئ بعد فتره بالام تقول ايه ده واحنا بنعمل حاجه غلط. وتبدا الام تتكلم مع الابن وتقول له هي مراتك مالها يا ابني؟ مراتك مش يعني مش حابه القعده معانا ليه؟ مراتك مش عايزه تتكلم معانا ليه؟ والبنت طيبه جدا وممكن تكون داخله عايزه تألف البيوت على بعض والكلام ده كله، بس مش عارفه تتعايش مع السلفه الجديده اللي جالها، ولا تتعايش مع اخت معينه من اخوات الزوج ممكن يكون عندها بعض الصفات السيئه اللي هي حاولت معاها بس مش قادره. فتبدا حاله التقوقع اللي انا قلت لك عنها دلوقتي، وتبدا حاله الاكتئاب، وتبدا حاله الاختلاف في كل شيء، ويبدا الزوج يلاقي زوجته كده خلاص ويبدا يتعايش. اول ما تبدا تحس ان انت عايش الحياه الزوجيه عشان انت اتجوزته خلاص، اعرف ان الزواج فشل، روتين. الزواج فشل، بس فشل امتى؟ بقى في عيال، فبقيت انتوا الاثنين من اول 3 سنين عايشين عشان العيال. دي مش مرحله، دي مش عشان اولاد، احنا عايشين عشان الاولاد. ليه عايشين عشان الاولاد؟ انتوا نسيتوا نفسكم. الزوجه ممكن تكون نجحت في التعارف على بعض الناس والتآلف مع بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هو انت مش بالضروره يبقى امك وزوجتك
الاتنين وحشين او الاتنين كويسين علشان يبقوا حلوين مع بعض. ممكن دي ما تكونش طباعها مختلفه مع دي. مش لازم زوجتك تبقى حلوه مع الخمس اخوات بنات، مش لازم تبقى حلوه مع الكل، مش لازم تبقى حلوه مع الجميع. الاختلاف الفطري يعني، مش ضروري كل الانسان يحب اللون الابيض، مش ضروري الكل يجتمع على نفس الحب ده طبيعي. ودي حاجه بتبدا بعد كده تخلق شويه تنازلات، ويبدا انت بتبدا بعدها تدفع، تحس ان انت بتدفع ضريبه طبعا. واللي اقل سلطه هو اللي هيبدا يتنازل. يعني مش معقوله بقى الزوجه اللي هي سلطتها ضعيفه، ويا سلام بقى لو زوجة مثلا طرف في البيت ضعيف شويه، لكن هي لو زوجة مثلا حد ليه السلطه دي جايه مثلا من اللي هو بينفق، هو اللي بيصرف، هو اللي ماسك الامور، هو اللي ماسك زمام البيت، خلاص ساعتها ممكن الامر يختلف. لكن لو مش ماسك ده مثلا، فبيصبح هنا اللي ليه السلطه هو اللي بيتحكم في الامر. دي بقى موضوع السلاف مع النفسيات بتاعت السلاف مع بعض. شفت انت الفيديو اللي كان منتشر من حوالي شهر، السلفه اللي بتقولي سلفتها والله لا روح للشيخ يعمل لك عمل ومش هتشوفي الولد. ما هي دي حال القرى وحال الريف. هو الاعمال كلها بتيجي منين؟ ولذلك تلاقي البيت مستباح، تلاقي بعض المشكلات ان الزوجه بتقول انا ماليش خصوصيه حتى في شقتي، الشقه اللي هي فيها مالهاش خصوصيه. ازاي؟ الزوج بيسافر والزوجه بتسافر، بترجع تلاقي الشقه مقلوبه. ليه؟ اصل الام دخلت تلعب في بعض الاشياء، الام احتاجت حل دخلت تجيبها، الام احتاجت مش هي امك على دماغك وراسك، بس زوجتك لها خصوصيه، المفروض تحفظ خصوصيه زوجتك. هو ده برضو يعني بيرجع استاذ احمد علشان المجتمع الريفي بيكون مجتمع قريب شويه من الفطر، مفيش توعيه كفايه، ناس بسيطه، يعني الحياه بتبقى تكون فيها بعض الصعوبات، بيحتموا يعني العائلات الريفيه بتحتمي في مبدا العيله علشان يواجهوا بيه مثلا فتن العصر، علشان يبقى ليهم حمايه، لان لو كل بيت لوحده بيبقى ضعيف، علشان بيواجهوا بيه الغلاء المنتشر، خلاص بيواجهوا بيه الصعوبات الاقتصاديه اللي بتكون على المدن الريفيه والقرى والمراكز اللي في الاماكن دي. فبيحتموا ببعض، يقول لك احنا بيسموها كده جمله، يقول لك احنا لسه في الروم كده مع بعض. يعني ايه واحد يشتغل خلاص بيحط البيت وكانهم شركاء، خلاص كون ان هو ينعزل، يقول لك ده هينعزل يبقى هياخد جزء من ما هو يبقى البيت اقتصاده ضعيف، ما يقدروش يشتروا ارض، ما يقدروش يشتروا مش عارف بيت، ما يقدروش يوسعوا على نفسهم، فبيبقى لها مبدا. فده برضو بيرجع ان التوعيه التعليميه يعني ممكن يكون هم ما لهمش ذنب فيها قوي، وان كان ده طبعا لا يعفي الجميع من المسؤوليه، ولكن مش بيبقى ليهم ذنب قوي، لان ممكن تكون الام ست اتربت على المبدا ده، فما عندهاش ادراك ان الزوجه ليها خصوصيه، ان ابنها ليه خصوصيه، ان ليها حقوق شرعيه. ممكن اصلا ما تفهمش يعني ايه لها حق، هي جت البيت يبقى واحده من البيت، تعمل اللي بيعملوه بقيه البنات، تعمل اللي بيعمل سلفتها، تعمل اللي بيعمل مش عارف ايه، وكذلك اخوات الزوج، وكل واحد فيهم بيبقى عنده نفس الفطره والطبيعه دي. انا بقول كده يعني عشان حضرتك بتعلن المشكله بقوه، خلاص، وانا بقرا التعليقات اللي بتنزل على على المتابعين، فيعني ببقى انا مكان المشاهد في الجزئيه دي، ان هم برضو علشان اهلنا في الريف، وانا راجل ابن الريف، ما حدش ان هو يتضايق او يزعل ويحس ان احنا بنهاجم الريف. لا، انا ابن الريف وما زلت باجي للقاهره، ولكن عمري ما حنيني ابدا انقطع للريف، والاستاذ احمد كذلك جزاه الله خير، وكل اغلبيه الناس اللي اعرفهم، الانسان بيقول ابن الريف ده بيبقى عامل زي السمك كده اللي طلعته من الميه، يروح يجد المعاناه والتعب والشقاء وعدم الانضباط في حاجات كتير زي اللي بيقول الاستاذ احمد، ولكن مع ذلك هو دايما يحس الحنين الريف، بيحس المكان اللي هو نشأ فيه، المكان اللي موجود فيه أبوه وأمه أولاده أعمامه أخواله. فالمبدأ ده بيبقى فطري عند أهل الريف وأهل الفلاحين وأهل الريف والناس دول، فبيبقى عندهم المبدأ ده خلاص، بس بيحتاجوا إن هم يتوجهوا. ولذلك ده شغلنا النهاردة، ده شغلنا مع الأستاذ أحمد النهاردة، إن إحنا جايبين الأستاذ أحمد خلاص. وانا لما قرات وطلعت على السلسله بتاعته عجبت فيها جدا. ليه؟ لان فيها حلول، هو مش جاي بيعرض مشاكل، لا هو حاطط حلول، وده في اخر الحلقه انا باكد عليه المره الثانيه خلاص، ان هو بيجد حلول. ان انت يا حما لما ابنك يتزوج تعملي ايه؟ الزوجه اللي هتخش بيت عيله تعملي ايه؟ انت يا ابني اللي هتزوج وعارف انك انت في بيت عيله تعمل ايه؟ خلاص كل ده احنا بنعرضه وبنحله مع حبنا الشديد لاهل الريف، سواء بقى محافظات بحري، محافظات قبلي، وحفاظهم ان هم بيحاولوا ان هم يحتموا بنفسهم على فتن العصر. وفي ايجابيات كتير جدا لا حصر لها موجوده
موجودة في أهل الريف وفي أهل الصعيد وفي أهل بحري وأهل إبلي، خلاص لا حصر لها. ولكن احنا بنحاول ناخد السلبيات اللي موجودة، علشان بدأ أنا قعدت مع محامية، المحامية قالت لي اللي احنا بنطلب ان يكون في دوائر أخرى علشان مشاكل الأسرة بقت لا عدد لها. يعني مش عايز أقول بقى النسبة الإحصائيات اللي بتنزل على نسبة الطلاق المبكر غير عادية، وكل ما احنا بنحاول نحجم بالقانون الموضوع بيتفاقم أكتر. ولذلك احنا جايبين أستاذ أحمد علشان يحل لنا المشاكل دي. والسلسلة فعلا مش مجرد حلقة احنا بنأديها، لا هي واقعية. ولذلك أنا جايب الورق حطه قدامي عشان أنا فعلا معجب بالعناصر اللي فيها والواقعية اللي هي بتلمسها. فنحاول المشاهدين إنهم يتابعوها، اسمعوها، سمعوها لأولادكم. أنت اسمعها، حتى لو أنت كبير عيلة اسمعها، أنت لو حما اسمعيها، أنت لو زوجة مقبلة على الزواج اسمعيها، أنت لو زوج اسمع وافهم، بدل ما احنا قاعدين نألف في حاجات تافهه وحاجات فارغه. خلاص، ما في علم اهو يا جماعه. الناس اللي بيقابلونا يقولوا لنا احنا عايزين علوم، دلونا على مشايخ، دلونا مش عارف على ناس يفهمونا، احنا جايبين اهو. ولكن انتوا قاعدين الناس بتقضي وقتها في حاجات تافهه جدا. نسمع الحاجات دي. الاستاذ احمد يعني اتكلم في حاجات قويه جدا وعميقه جدا. ونيجي يعني ايه، اسمح لي برضو يعني هطرح عليك انا سؤال. اتفضل. وسؤال حساس شويه. بس انا ما بحبش، يعني بحب دايما امشي في الطريق الصعب. ليه لما النت ظهر في ايدين الناس ظهرت الخيانات الزوجيه حتى في بيوت العائله في الريف؟ هل تقدر تنكر ده؟ يعني تقدر تنكر ان كل قريه دلوقتي الشباب اللي في القريه عاملين جروبات واتس ما بينهم لفضايح بنت فلان الفلاني وفضايح مرات فلان الفلاني وفضايح كذا، وبيوصل الامر لاخوات ملتزمات؟ هل لا تعرض عليك الكلام ده؟ ما تسمعش عنه؟ لا يعرض طبعا. طيب انا بقى اقول لك المشكله فين. المشكله ان قوامه الراجل اتهزت على مدار سنوات. فاول ما فتح باب فتنه الست ما شافتش جوزها، فشافت واحد من بره، فبدات الخيانات الزوجيه تظهر في البيوت اللي انت بتتكلم على انها مترابطه. الترابط ده ترابط شكلي بس. الترابط ده ترابط كانوا بيقول لك في المسلسلات زمان فاطمه ثعلبه، والترابط شكلي بس. اول ما فاطمه بتموت البيت كله بياكل بعض. خدت بالك من الموضوع؟ كل البيت بياكل بعض، لان الترابط ترابط شكلي بس. لذلك تلاقي موضوع الخيانات الزوجيه ده فظيع جدا. الاقي الاخ جاي لي يقول لي ازاي ده احنا في بيت عيله، انا زوجتي ما خرجتش، انا زوجتي كذا كذا. ابدا احكي له شويه حاجات، يقول لي انت كنت عايش معانا ولا ايه؟ ابدا احكي له اول اسبوع جواز او اول اسبوعين جواز لما مراته نزلت باذنه تزور اهلها اول زياره بقى بعد الجواز. فامه طلعت له وقالت له هي ازاي مراتك خرجت من غير ما تاخد اذننا؟ فقال لها معلش يا ام، مع ان هي ملزمه تاخد اذن زوجها بس لا، دي لازم تعدي على البيت الكبير بتاع البيت وتعدي على امه وان كان ده تفضلا منها، بس هما بيلزموها بيه. فيبدا مكانه الزوج لما يروح مهتز كده وايديه مهزوزه ويقول لها معلش لما تبقي تروحي لابوكي وامك بيستاذني من ابويا وامي، فتبدا الزوجه قيمتها، يعني قيمه الزوجه عندها تقل. مع القوامه هي ايه؟ هي سياده، فمعلش لقت سيد، فيبدا قيمه الزوج تقل في نظر مراته. تبدا المراه تعمل ايه؟ تتطلع بره. ونرجع نقول السبب فين؟ السبب فيك انت، ان انت شخصيتك ضعيفه. انت كنت من الاول تقول لها يا امي ربنا يبارك فيك ويحفظك، زوجتي لما تاخد اذن هتاخده مني انا. ما كده هنتحط في نقطه صعبه. ما هي دي النقطه الصعبه. النقطه الصعبه بعض الناس بيركبوا جواد الصعب دوت فبينقذوا البيت، وبعض الناس لا يركب الجواد فيجي يندم بدل الدموع دم بعد سنوات. معلش بسط لنا يا استاذ. ابسط لك الموضوع. يعني انت مكلف تجاه زوجتك ان انت قيم على الزوجه، ومكلف تجاه ابوك وامك بالبر. مكلف تجاه ابوك وامك بالبر. اتحطيت في مقارنه. فانت واجباتك كزوج بين بر ابوك. الله ينور عليك. الله ينور عليك. دي مشكله يعني هي اللي مضيعه معظم الاسر اللي هو الشباب تايهين. هي مشكله جوهريه كبيره جدا. اساسي في كل مشكله. فبنيجي نقول للاخ انت بر امك، بس مش لازم تقعد تبر امك تلزم زوجتك بالامور التي لم يلزمها بها رب العالمين سبحانه وتعالى. امك يا اخي مش مستريحه مع مراتك، قول لها والله يا امي وتبص على راسها وبتاع، انا هفصل مراتي خالص لو مش عايزه تشوفيها والله ما اوريها لك براحه، ده انت الخير والبركه.
وتخلص الموضوع وتنهي. لكن تدانك عايش معلش عشان امي ولا اخ جاي يقول لي ايه انا متجوز زوجتي وبصراحه بسافر وبسيبها. طب سايبها ليه؟ تعرف تاخدها معاك؟ يقول والله بس انا عايز ابر امي. ايوه انت اللي تبر امك. انت مدخل الزوجه في الموضوع ليه؟ طب لما يحصل المشكله، طب انت عايز تعمل ده حلو مفيش مشكله، بس اول ما تظهر المشكلات حافظ على بيتك، حافظ على اسرتك. هو ده الاساس اللي انت المفروض تحافظ عليه. وبعدين علاقتك بامك، ده الارحام الواجبه، الجد والجده والاب والام والعم والعمه والخال والخاله والاخ والاخت، الخمس اصناف دول ما تلعبش معاهم. ما تجيش تقول لي هذا ما وجدنا عليه اصل خالي مش عارف عمل فيا وسوى وانا امي ما بتكلموش. انت مالك بامك؟ اتصل بخالك قول له عامل ايه خالتك، امك زعلان من خالتك، انت مالك بالخاله ام؟ انت زعلت على زعل والدتك ليه؟ هل هنا احنا قلنا البر من لا انت دخلت في علاقتك بقى بزوجتك، رب العالمين سبحانه وتعالى سيسألك عن القوامة التي اعطاك اياها. القوامة دي لما تسقط من نظر الزوجة، يعني مثلا انا قعدت مع الاخ ده شغال مع والده في تجارة هو واخواته، قاعد معاه وبيقول لي اخ كبير ما شاء الله من كبار التجار عندنا في العاشر، وبيقول لي انا عندي مشكله يا شيخ احمد وعايز اتكلم معاك فيها. بقول له ايه؟ قال لي انا مراتي ما عادش شايفاني. فبقول له ليه؟ بيقول لي من يوم ما اتجوزت وعنده اولاد وعنده يعني وتاجر كبير جدا، بس دي مشكله عويصه عنده في حياته. بقول له ايه؟ بيقول لي انا لو عايز اودي مراتي للدكتوره بروح اخد المصروف من ابويا، ولو عاوز اخرج بروح استاذن قدامها من ابويا، وهو يقول لي مثلا مراتك تروح لابوها النهارده ولا لا، مراتك تعمل. انا كده ايه؟ قلت له انت زوجتك شايفك؟ قال لي لا. انت مستوعب احنا دخلنا ايه في ايه؟ يعني احنا خلينا الزوجه دلوقتي داخله البيت مش متزوجه واحد بس، هي مش متزوجه واحد بس، هي متزوجه قبيله، متزوج قبيله. انت بتتفاجئ ان العم او العم اللي هو جار ليهم يقول ده مرات فلان عدت عليا وما رمتش السلام ولا ما سلمتش علينا ولا الكلام ده يعني، ويرجعوا يزعلوا من انت ازاي ما تسلميش عليه؟ المفروض هي مكلفه من شارع كامل ومكلفه من قريه كامله، لازم ترضي الجميع، ترضي الجيران وترضي المجتمع علشان تبقى. وبعد كده الزوج فين؟ مش موجود، راح مش موجود من نظر الزوجه. تبدا الزوجه اول ما اتفتحت قدامها اداه فتنه. ده الموبايل ده ظهر من امتى؟ هو الموبايل في ايد النساء من امتى؟ عشان تظهر كم الخيانات الزوجيه اللي احنا بنشوفها دي. طب ليه؟ هي لو شايفه زوجها بجد ما كانتش خانته. لا وكمان ده جعل فجوه بين الجيل القديم والجيل الموجود دلوقتي، ما بين اللي هي شايفه في التليفون حياه ورديه جدا، مسلسلات وافلام ومقاطع مسلسلات هنديه بقى والحاجات اللي بيشوفوها البنات ده بين دلوقتي. المشكله الاكبر بقى ان انت يحصل مشكله بين الزوجه وبين الام، فانت ترجع ولازم ترضي الام، علشان حتى لو الام انت رايت عندها بعض الصفات، ممكن الام تكون بتكذب، ممكن الام تكون بتسمع لودانيه، الام الودانيه بتسمع لاي حد. ممكن الزوجه تكون هي اللي بنت 60 في 70 وانت ماشي ورا الزوجه وخلاص. مش ده ممكن يحصل؟ ما هو النقيض برضه، ما هو مجتمع النساء انت ما تقدرش تحكمه. فتيجي تتكلم وتقول ايه؟ لا بس امي. ايوه يا عم انت امك عندها صفه سلبيه، حاول تشتغل عليها. طب اعمل ايه؟ انت مش مكلف، بس ما تروحش تضرب زوجتك كل شويه وتتخانق معاها وتقعد تشتمها وتوديها بيت اهلها والحوارات اللي بتحصل احنا بنشوفها. ليه؟ لان انت ماشي ورا امك كده وخلاص. ارضي امك، ولا معلش حقك عليا ولا بتاع، بس من يمه تانية روح طبطب على زوجتك وقول لها ربنا يجزيك خير ان انت مستحمله وان انت كذا، هتلاقي هديه، هتلاقي اي حاجه. الزوجه مظلوم، ما هي دي زوجه مظلوم ان هي اتحطت في المتلازمه دي. الاخ بيعمل ايه بقى؟ اللي بيسقط من نظر زوجته، عارف لو هو عامل كده الموضوع ممكن يمشي، لكن اللي بيسقط من نظر زوجته يروح ينكد على الزوجه عشان الام تسمع صوته وهو قاعد يضربه. ايوه كده يا ولا، الله ينور عليك. عشان يرضي امه، مع ان هو يعلم احيانا الام ممكن تكون هي الطرف الظالم والزوجه الطرف المظلوم، فتلاقيه هو ضعيف. والعكس بالعكس، ممكن تلاقي زوج ضعيف يسمح للزوجه بالتطاول على الام. وده دي حاجات احنا بنشاهدها. ده كله العكس بالعكس. المجتمع النسائي مجتمع للاسف الشديد ما فيهوش السلكان اللي عند بعض اللي عند الرجال. يعني مجتمع الرجاله تلاقي الرجاله ممكن يبقوا واضحين، ممكن انا اقول لك انت فيك كذا كذا في وشك، لكن الست لا، ده تقابلك وحتى هزارهم وهما بيتخانقوا تقول لها يا حبيبتي ومش عارف ايه، لما بيزعلوا من بعض تقول لها ايه يا جزمه، ايه يا بقره، ايه يا حمار، عارف انت. الموضوع عندهم بالعكس شويه غيرنا احنا. وهنا يعني حضرتك كاتب نقطه، يعني انا مش عارف، نقطه غريبه شويه، بس يعني انا طبعا استطلعت على العناصر بتاعتها، ولكن
التطبيل مقابل الارضاء، يعني دي انت حضرتك دخلت السياسه في البيت العيله كده. التطبيل مقابل الارضاء يعني ايه اطبل؟ يعني ده بنسمعها في حاجات تاني خارج اداره بيوت العيله، ولكن يعني هل النقطه دي جت بعد كلام جميل جدا حضرتك ذكرته، ولكن مثلا النقطه رقم 4 في السلسله دي، التطبيل مقابل الارضاء يعني ايه؟ انت عندك دلوقتي في بيوت العيله عندك السلايف بينقسموا للسلفه الطيبه الغلبانه، في سلفه متدينه هي جايه من بيت عنده دين، في سلفه عصفوره بتنقل الاخبار عشان ترضي حماتها وتنقل من هنا لهنا وتتصنت على البيوت والكلام ده كله، في سلفه منافقه بتنافق وخلاص وهي ممكن ما تعملش حاجه، وتبدا الام ممكن تقعد تسمع من دي وتسمع من دي وتسمع من دي وتعجبها قوي اللي بتجيب لها هديه ويعجبها اللي هي كذا، فيبدا مبدا التطبيل ان هو اللي هتطبل دي هتعيش. عارف انت النفط مقابل الغذاء اللي هيدينا النفط هنديله اكل، هم بيعملوا كده يعني للاسف الشديد. التطبيل مقابل الارضاء ان هو انت اللي بتطبل دي بترضي الام، فالام تبقى راضيه عنها جدا، وتيجي تتفرج على الجانب التاني تلاقي واحده شغاله جامد جدا وحياتها كويسه وكلام، وواحده منافقه قاعده من الجانب التاني تدي اسفين وتعمل وتلاقي البيوت بقى بتاعت العيله النفسيات العوامل النفسيه بتاثر على الامر ده. تلاقي الخاله جايه بتزور بيت العيله، الخاله كانت زمان تشتكي من مرات ابنها، هم في قريه تانية مثلا تشتكي من مرات ابنها، مرات ابني والله ما بتعمليش وبتعمل طلع عيني وبتاع، اول ما تيجي البيت عندك بعد الجواز بقى تلاقي زوجتك والكلام ده كله تبدا تستغرب من البنت داخله بنشاط، فتبدا توقع بين الزوجه وبين اختها اللي هي حماتها، الزوجه وحماتها لان هي حماتها اختها اخت تقول لها ده انا بنات نسوان ولادي مش عارف انت عارفه بيعملوا لي ايه، ده بينزلوا لي هدوم مكويه من فوق وانا ما بمدش ايدي في اي حاجه، هم بيضربوها ممكن تكون بتضرب بجزمه هناك، وكنا لسه سامعين عنها مشاكل قريب وخناقات وحوارات وبتتشتم وممكن يكونوا بيقلوا ادبهم عليها ومش متدينين زي الاخت المتدينه دي، بس الاخت المتدينه مش عارفه تقنع حماتها ان دول بيكذبوا عليكي فبالتالي الحما تحس ممكن تحس ان زوجة ابنها دي مقصره في حقها. في جاره كان نفسها ان هي تزوج بنتها مثلا للولد اللي في البيت ده، فالولد ما عجبوش لان عارف البنت بنتك منفلته وانا واحد متدين وواحد كويس وبتاع، فاتجننت لما الولد اتجوز، فترجع العلاقات مع الست جارتها علشان تروح توقع بينها وبين البنت الجديده لان بنتها مش احسن من بنتي، البنت دي دخلت ليه والولد خدها، الولد ده ممكن يكون لقطه مثلا، الولد ده اتخرج من كليه طب، اتخرج من كليه هندسه، فده فلانه خدت الواد المهندس الفلاني، اصل عندهم اطيان وعندهم بتاع، بس الولد ده ما بصش لها، فتروح الجاره تخبب وتوقع ما بينهم. ده مش بيحصل يا استاذ امير؟ يعني انت بتشوف حاجات زي كده، وتلاقي الام قاعده بتسمع للي جاي اللي بيكيفها هو اللي بينقل لها اخباره وبيقول لها كذا كذا، فتبدا بالتالي كعاطفه اي امراه عاديه خالص تتاثر بالكلام وبالتالي تعادل الاطراف الاخرى، وتبدا تعادل الاطراف الاخرى وتبدا تظلم دي وتعمل حزب على ده، وتلاقي في موضوع احزاب، يعني تلاقي البيوت الكبيره دي فيها احزاب، فيها سلفه الفلانيه مع فلانه وكلهم بيجوا بقى على ايه، على البنت الطيبه القاره في بيتها اللي عايزه تحافظ على بيتها وعايزه تحافظ على اسرتها ومش عايزه تعيش زيهم اللي هو احنا عايشين وخلاص، احنا بنخلف عيال وخلاص. دي مشكله كبيره جدا، يعني نسال الله يعني في بعض الاسئله كده من المتابعين والمشاهدين، يعني هم على طول دخلوا كده في السؤال الجوهري، قال يعني هو صوره بيت العيله دي كلها غلط؟ يعني كل الصور لبيوت العيله مرفوضه تماما، بما ان حضرتك يعني دايما بتعلق على السلبيات الموجوده، هل بيوت العيله فكره خاطئه؟ انا يعني انا عايز اعمل البودكاست دوت علشان اوصل للناس الاخطاء اللي موجوده، لو انت في الخطا ده عندك تتجنبه ازاي. فان انا اقول هي فكره خاطئه او هي فكره صحيحه ده غلط، ظلم الحاجات كتير، لا ظلم الحاجات كتير، لان في حاجات تانية من الترابط، انت كده قفزت قوي على المرحله الاخيره. طيب يعني هي دي الضريبه، يعني العناوين والعناصر، يمكن اللي يسمع ويشوف مثلا بعض العناصر اللي حضرتك حطيتها ما يفهمش قوي، طبعا انا عشان يعني استطلعت عليها فهمت حضرتك قصدك ايه،
والمتابعين والمشاهدين لما هيشوفوا الامر ده هيستوعبوا كتير جدا. دي ضريبة ايه؟ يعني الانسان، هل النقطة اللي قبلها اللي هو الارضاء، والانسان ان يرضي فلانة او تقرب من حماتها علشان تعادي ما يعاديها وتتجنب ما تتجنبه وتكون معاها ضد اي شيء؟ خلاص، ولا حضرتك قصدك ايه بحتة اللي هي دي الضريبة؟ خلاص، نقطة رقم 5 مثلا، يعني ايه هي دي الضريبة؟ ما انا اتكلمت عن موضوع اذن الزوج وان هي تاخد الاذن من الزوج فيبدا يقل في نظر زوجته، وضريبه كمان ان انت ما بتوصلش للاعفاف الكامل من زوجتك لان زوجتك منشغله بامور تانية خالص. الجانب العاطفي عند الزوجه منهكه جدا في ابداء العواطف لام الزوج ولابو الزوج، وتتقرب ازاي من هنا لهنا لهنا، وفي الاخر تيجي تشتكي تقول زوجتي مش عاطفيه، ما تقوليش كلام كويس. يا عم ما هي قالت الكلام كله تحت، قعدت بقى لها 12 ساعه قاعده تقول الكلام كويس، انت مستني منها كلام؟ كل اللي عندها، كل حاجه راحت، كل حاجه عند المراه بتروح، ومطلوب منها ان هي تطلع كمان يوم كامل، تطلع كمان تفرش له الارض ورد وترقص له، وبعدين تلاقي الاخ بيقول لك ايه، انا عايز اعدد يا عم الشيخ. ليه يا عم؟ عشان عايز واحده تفضلي. بس هو يعني هل الحلقات القادمه حضرتك السيدات هددوك؟ انا ملاحظ ان يعني ايه الكلام كده في لحد ما اتغير شويه، او يعني حضرتك بقت تتكلم كده على الزوجه شويه وحقها لا، ده انا عامل اكتر من سلسله للزوجات. الزوجه الصالحه دي احنا كل شغلنا علشان نطلعها للمجتمع. خلي بالك من حاجه، يعني الزوجه الصالحه الكلام ده حضرتك بتقول على الزوجه الصالحه. لا، انت عندك سلسله اتقوا الله في النساء. مفيش سلسله عندي انا عملتها للرجال الا وفي سلسله قصادها للنساء، مش النواشز الصالحات. انا بتكلم عن المراه الصالحه النهارده. انا بتكلم عن الناس دي، لو مش عايزين نحطها في بيت عيله، احنا عايزين نحطها في بيت الرعب، ما عنديش مشكله. لكن انا بتكلم عن النواشز الصالحات دول هم اللي احنا بنتكلم عنهم. انت اصلا هتختارها، ما انت لو هتختار ناشز احنا بننصحك من البدايه ما تكملش معاها. لكن انا هقول لك ليه الناشز دي لا تصلح في شيء، لا تصلح في اي ارض. لا، هي ارض بور، هي ارض بور، هي غلطه انت عملتها. احنا بندلك على في الناشز ازاي تصلح غلطتك، بندلك على الصالحه ازاي تتفادى خطأك معاها. انت عرفت الفرق؟ احنا بنتكلم في بيت العيله، مش بتكلم عن المراه، يعني عشان برضو ما الاقيش صح. انا بتفاجئ بواحده ناشز فرحانه قوي ببيت العيله وبتشار حاجه مش ليكي، تقول شوف اللي هو ده انت اقسم بالله عايزين نحطك في بيت رعب، عايزين نحطك في بيت النار يعني. احنا بنتكلم عن واحده صالحه، يعني واحده صالحه دخلت منظومه غيبه ونميمه، دخلت منظومه فيها حقد وكره وكراهيه وبغضاء وضغينه هتاثر على دينها. دي احنا مهتمين بيه. لكن التانية لا، ما تقلقش، النواشز يعني مش بياخدوا كلامي ويحتفوا بيه ولا حاجه، هو الاسم بس بيظهر بيقولوا يعني. طيب الاجزاء دي بقى، يعني بما ان بقى في سلفه وبقى في سلايف وبقى في حما وبقى في طبعا اخوات زوج واخوه، فطبعا ده بيعمل نوع من المقارنات والعوامل النفسية اللي بتكون سبب في مشاكل كتير وسبب في خصامات وانقطاع لصلة رحم. ان هو الاخ الاكبر او الاصغر شغال كذا بيجيب كذا، الاخ التاني مش عارف ايه، ويبقى في اخوات زوجة بينظروا لا ده اخوات البنت اللي واخده، الزوجه اللي واخده اخونا لا ده عايشه كذا، او العكس، او اللي هي تقول له شايف اختك عايشه ازاي، او الاخت نفسها تقول لا شوف زوجة اخويا عايشه ازاي، والحما تقول ما انت مش شايفه فلان بتسوي زي ما حضرتك ذكرت. المقارنات دي والنوع بقى اللي بيحطنا بقى في نوع من الحقد والحسد والحب والكره، واللي داخل بايه واللي طالع بايه، والشنطه دي فيها ايه وعدى عليا ما ادانيش، وحضرتك بقى الحاجات اللي حضرتك ذاكرها كل ده. خلاص يعني هنعمل ايه؟ العوامل النفسيه والمقارنات دي لما بتيجي احيانا تتكلم في المشكلات دي وانت داخل بيت العيله، بتلاقي الام تقول لك ده انا بعملهم كلهم زي بناتي، الكلمه دي اكبر كذبه اتعملت في التاريخ. يعني ان الام تفترض انها تعامل مرات الابن زي بنتها، لا، الموضوع ده مستحيل اصلا غريزيا. يعني انت هي ازاي بنتها؟ انت ممكن تعدلي في المعامله دي لو ام متدينه، ولكن بتحبيهم زي بناتك ومكانتهم واحده، ما ينفعش حاجه اسمها مكانتها واحده زي بنتي. ده طبيعيين، دي فطرين، احنا مش هنلومك عليها، القلوب احنا مش بنلوم عليها، ولكن تعالى اتفرج على بعض المشاهد اللي انا هقول مش موجوده في كل البيوت، بس انت اتفرج وقيس على المجتمع. الام
تحب ان ابنها يعيش في بيت عيله ومراته تعيش معاه في بيت العيله، بس ما تحبش بنتها تعيش في بيت عيله. دايما تحذر بنتها ان انت ما تعيشيش في بيت عيله. لما تيجي تسالها وانت ليه معاديه يعني البنت تقول لها لا ما تعيشيش بتاع، تقول لي ايه ده، هو انت في حد زيي؟ هو حماتها هتبقى زيي؟ تعالى شوف انا ده انا بعمل وبسوي وبتاع، ومش شايفه في نفسها اي مشكله. الام دايما تفرح لابنها بالتعدد، او في الغالب تفرح لابنها في التعدد ان هو بيعدد، لكن جوز بنتها لما يجي يعدد انت متخيل الحجه ايه؟ هو هيلاقي زي بنتي فين؟ ده المصونة الشريفة اللي ما فيش زيها اتنين. تقول لك هو هيلاقي زي بنتي فين؟ تعال شوف حاجه زي مثلا الغضبات، تلاقي البنت بتغضب وتروح لامها، الام بتعمل ايه؟ ده هيجي لك ورجله فوق رقبته. طب مرات الابن في نفس البيت غضبت وراحت لاهلها، يعني طبعا احنا ضد الغضب والغضبان، لا سيبها تتربى ومش عارف ايه، وقفلوا التليفونات واعملوا مش عارف ايه وبتاع، وممكن تمشي معاها في سكه طلاق بسبب ان هو التفرقه هنا جت منين؟ طب هو الكلام من هنا بيختلف عن الكلام هنا ليه؟ تعال شوف في بيت العيله اللي هو احنا بنتكلم عنه، بيت الريفي اللي هو الجميل المتواضع اللي فيه ألفة ومحبه وصله رحم والكلام ده كله، ابن الابن لما بيقع ويتخدش يجي يتحرض الالحق دي مش مهمله في ابنك، ده احنا كنا واحنا صغيرين كنت بشيلكوا وبعملكوا، وايام يا ولد ده كفايه، ده ما بتعملش حاجه، ده انت جايبه العيال بامبرز، انا كنت شغاله بالكفوله، انت فاكر ولا وانا صغير كنت بعمل معاك ايه؟ عارف انت ودايما تقلل من عمل مين؟ من عمل مرات ابنها. تيجي عند البنت بتعمل ايه؟ البنت بقى الولد ابنها لو كسر دراعه خبوا عن ابوه لحسن قولوا ان هو الواد وقع، واحنا مش اهمال من البنت ولا حاجه يعني، لا ده الكسر ده جايب، لو حصل للولد اي حاجه تبدا تخبي عن الموضوع. هو ليه هنا مش هنا؟ يعني ليه الموضوع هنا مش هنا؟ تقعد تفكر. الفكره بتاعت ان بعملكوا زي، لا الكلام ده كله كلام غلط. وان كان في بعض البيوت الست لما تكون صالحه وبتتقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى ممكن تلاقي مفارقات في الامر، يعني تلاقي الامر مختلف، ولكن في الغالب بتسمع الكلام ده ولا لا؟ انت طبعا طبعا سؤال، يعني السؤال ده انا ترددت فيه، يعني انا قلت لحضرتك ان انا من الريف، فانا مستوعب السؤال ده بيعمل ايه، والريف مبني على اللي احنا بنقوله دلوقتي والعائلات، ولكن ده سؤال يعني مش عايزين نتجاهله من احد المشاهدين، اللي هو بيقول ان بيت العيله بيكون فيه عدد من الاخوه، عدد من البنات، يكون في بنت لسه ما اتجوزتش وفي اولاد وفي سلفه، وده وممكن يكون سن متقارب مش عارف، فده بيعمل نوع من الالفه، ده بيعمل نوع من الألفة، فيرجعنا بقى لموضوع الحمو خلاص. واحيانا وللاسف بقى السوشيال ميديا والتواصل كشف مصائب كتيره كانت متغطي عليها بعدم الاخبار، عدم المعرفه، وكان الجرايد فئه معينه بتقرا الجرايد، فما كانش حد متطلع على المصائب اللي بتحصل دي والتجاوزات اللي بتحصل، اللي هي برضو سببها الابتعاد عن عن الشرع، الابتعاد عن الدين. فده سؤال الحمو والموت، يعني نعمل ايه في موضوع الاختلاط ده والمشاكل اللي طلعت واثبتت جرائم وتجاوزات. انا يعني مش جريء كفايه ان انا اقول لفظ مباشر، حضرتك كده فهمتني والمشاهدين فهموا ان انا اقصد ايه، ان بيوت العيله بيكون فيها سن متقارب ما بين السلايف والاخوه وشباب، وطبعا بفطرتنا كل انسان فيه غريزه طبيعي، ربنا خلقنا كده فينا غرائز. في اخ تزوج، اول واحد تزوج وبقى كبير خلاص، بقى كبير البيت وبتاع، وممكن يكون زواجه وصل 20 سنه عدوا. في اخوه على مدار ال20 سنه دول بيتزوجوا، فبيجي مثلا هنفترض الاخ الرابع تزوج زوجه لسه جايه شابه، ولسه جايه بالنشاط بتاعها اللي كان مع زوجته ايام من 20 سنه فاتوا، وهو طبعا افتقد النشاط ده من اول شهر، فخلاص يعني هو الراجل عنده مشكله، فيبدا يبص للزوجه بتاعت اخوه، مرات اخوه. فنبدا نلاقي زنا المحارم بدا ينتشر في المجتمع بسبب ايه؟ بسبب الاختلاط الزائد. انتوا قاعدين بتاكلوا مع بعض، قاعدين بتشربوا مع بعض، انتوا قاعدين طول الليل مع بعض، يعني طول الليل كده العيله كلها سهرانه مع بعض. الواحده اللي هتطلع، السلفه اللي بتطلع وتسيبهم دي مغضوب عليها، انت ازاي انت مش عايز تقعدي مع، ممكن تكون جايه متدينه خلي بالك يعني، بس الراجل اصلا مفتقد لكل الجوانب العاطفيه،
فبدا يحصل انواع من الحرام في بيوت العيله بسبب الموضوع ده. احنا بدانا نسمع عن مش محرمات عاديه، بدانا نسمع عن الحما ومرات ابنه، مرات الحما اللي هو ابو الزوج مع مرات الابن. فاحنا بيجي بقى احنا في قريه جنب، يعني ربنا يعافينا يا رب، الست مسكت ابنها مع مرات عمه، فلان هم قاعدين في بيت عيله، فالابن كبر بقى شاب، مرات العم ممكن تكون يعني في الثلاثينات، الواد لسه ما اتجوزش والواد في العشرينات، زواجه اتاخر، فحصل بينهم وبين بعض حاله زنا وحصل طلاق وفضيحه كبيره في القريه. فده كله سبب ايه؟ الاختلاط الزائد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حموا الموت، اخو الزوج دوت تحذروه كحذركم من الموت. انه يعني ازاي قاعدين بياكلوا ويشربوا مع بعض والكلام ده ويحصل الفه وبتاع، هو انت اخرك معاه ايه؟ اللي هو السلام عليكم تقول له عليكم السلام، يعني لازمتها ايه؟ راح توصلها لبيت ابوها، معلش اصل انت مكان اخوه، انت بتاع ايه؟ يعني بتاع ايه راكب معاها عربيه لوحدكم وهو بيركب المكنه معاه؟ تلاقيه في الفلاحين راكب مكنه مع مرات اخوه ورا. ايه المنظر ده؟ المنظر ده بجد حاجه غريبه جدا. يعني الواحد لما بيقعد يشوف كده، هو الاسلام كان فين يا جماعه؟ الاسلام دي غربه الدين بجد، يعني هي دي الغربه بتاعت الدين. تعال بقى ناهيك عن الموضوع المحرمات والكلام ده كله. في واحده واحد من ازواج من الاولاد تزوج واحده من البلد، الست دي سمعتها مش كويسه، الاب وقف له والاخوات كلهم وقفوا له والدنيا كلها وقفت له، بس هو دماغه ألف سيف لازم اتجوزها غصب عن الكل. هي اول ما دخلت البيت الكل لازم يتقبلها، فبقى في البيت واحده عامله ايه؟ ممكن تبقى ست اصلا مش مظبوطه، وفي البيت تاني ممكن تبقى واحده من العيله دي معروفه بالحسد، فالست دي دخلت البيت. في واحده تانية عيلتهم بيعملوا اعمال فدخلت البيت، فبدات تدخل عند مرات اخوها، مرات عند سلفتها دي، وسلفتها دي قاعده تدور في الشقه طول اليوم، والبيوت بيت مفتوح على بعضه، وكل الشقق تاخد من دي مش عارف غيار داخلي، وتاخد من دي قصه شعر وكذا وكذا، وتعمل لهم اعمال عشان هي تبقى ايه الفردانيه الوحيده. وتلاقي البيوت البيت كله قاعد يموت وهم مش عارفين الناس بتموت ليه. انا فوجئت يعني شفت الحادثه دي قريب؟ للاسف مش عارفين الناس بيموتوا ليه. ما هي قاعده تلف في البيت واخده راحتها في البيت. هي دي البيوت اللي متفتحه، اللي المفتاح مع الام، دي بتاخد المفتاح من الام وتفتح، والتانيه مش موجوده تاخد اي حاجه من بيسموها قطرها وتعمل لها عمل، حاجات صعبه جدا. وبقى يصرحوا وبقينا نشوف فيديوهات ويحطوا العمل في القبر، ويحط العمل في القبر او في بق كلب ويربطوه ويحطوه في الترعه، يعني حاجه صعبه جدا. حاجه صعبه جدا. شفنا قبر طلعوا منه يعني 900 عمل، 900 القبر بجوار لا، ومنهم الزوجه قريب الحادثه اللي كانت مشهوره، اللي موتت افراد العيله كلهم الرجاله علشان جوزها بس اللي يورث. يعني انت مستوعب الموضوع؟ راجل غني جدا، حماها غني جدا، هي بتتودد لهم جدا. اخر واحده فكروا فيها ان هم يتهموها ويشيروا لها باصابع الاتهام كانت هي، موتت العيله كلها. فالعيله كلها العيله كلها شيء محزن جدا لما تقعد تفكر في الموضوع ده. العيله كلها ماتت بسبب واحده دخلت البيت واتثبت كده وانتم مش عارفين ليه. لان ما فيش اختيار، ما فيش انتقاء. وحتى لو في انتقاء واحنا عارفين ان في واحده معمول عليها علامه استفهام ولا الكلام ده كله، مش لازم بمجرد دخول البيت افتح لها البيت. الزوج يعمل ايه وهو في بيت قائم على هذا الوضع؟ الزوج لازم يبقى في النقطه دي. انا بقول للاخوه، لو انت مش شايف نفسك فيك صفات الرجوله لا تتزوج. هتعرف تفصل بين السلطات ويبقى عندك فصل كامل، وتعرف توقف دي عند حدها ودي عند حدها وترد وتعمل. ما لو مش عارف ما تتجوزش، ما تبهدلش الدنيا. لان انت، وتاني حاجه لازم تحفظ دين زوجتك. لازم الرجل يعتقد ان هو مكلف بحفظ دين زوجته. اول ما تلاقي زوجتك قاعده في مجلس غيبه ونميمه، حتى لو مع امك، امنعها، طلعها بره، ما تقعدهاش. لو لقيت اولادك بيقعدوا من نفس مجالس الغيبه والنميمه، اولاد عمهم والدنيا هتفسد، امنع الاولاد بقدر. طبعا مش هينفع تمنع لان دي رحم واجبه، ولكن بقدر خليهم ينزلوا معاك، خليهم يقللوا من النزول، من الاحتكاك. ما تقولش لا اصل ولاد عمهم واصل مش عارف. لا انت مكلف بيهم كلهم. احيانا ممكن يحصل انقطاع وانقطاع رحم. يعني من زمن قابلت ابن عمها ما سلمتش عليه، فعمها يزعل، انت قابلتي فلان. ما هو قطع الرحم ده ليس له اعتبار في الشرع. يعني لو هم اللي قطعوا وانت بتوصل، وقطعوا هم السبب انت تراه شرعيا، انت بتعمله اصلا سبب شرعي. يعني واحده ماشيه في البلد فقابلت ابن عمها وما سلمش عليه، 2 بالغين، فما طبيعي ما تسلمش عليه. هتسلم عليه ازاي؟
فبعدين العم يزعل، العم يزعل، انت لا تقسم، ولكن انت بتوصل عمك بقى. يعني انت بتوصل عمك وصل الرحم او صله الرحم. مش ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه ما جعلش لها صفه معينه. انت ممكن مكالمه تليفون وهو يقفل في وشك. الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لي رحما اصلهم ويقطعوني واحلم عنهم ما يجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي. قال ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل بسففهم التراب الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فانت بس اوصل ومالكش دعوه برد الفعل. ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. انت مالكش اعتبار في حاجه تانية. امك جت في موقف من المواقف قطعتك، ده انك اترك الباب حتى يفتح لك، ما تسيبش الموضوع. في ناس في يعني شباب او رجال مش بيعرفوا يفرقوا في الجزء ده اللي حضرتك ذكرته. ازاي؟ اللي هو عشان يحفظ حقوق زوجته يبقى هو يعادي الام يعادي الاب. يعني مش بيقدر ان هو يكون عنده من الحنكه ان هو يقدر في مقابل ان امه ما تتحملش على زوجته، فبيضطر ان هو يعادي الام عداء كامل. ما هو ده اللي احنا تجنب زوجته خالص. ده اللي احنا بنقول له اطلع من البيت فورا. بص، بيت العيله ده فيه حاجه غريبه جدا. في حاجه اسمها مكانه الناس في عائلاتهم. يعني مثلا تلاقي بنت العمده مثلا متجوزه عندكم، بنت العمده دي ما تغضب الام نفسها ممكن تروح تجيبها. لكن في بنت تانية لو غضبت، مع ان الغضب حاجه يعني نشوز وحاجه صعبه جدا، بس انا بضرب المثل، يعني ما حدش يسال فيها ولا يعبرها، ولما ترجع لوحدها الام تلاقيها بتقول لها هو انت فاكره نفسك زي بنت زي فلانه؟ انت شوفي. وممكن تبقى البنت دي يتيمه، فالبنت اليتيمه اللي مالهاش ظهر ممكن تلاقيها مظلومه في البيت دوت. البنت اللي ابوها فقير او غلبان ممكن تلاقيها مظلومه في البيت ده. يعني البنت تلاقيها بتتعاير بجهازها، مع ان الجهاز ده سؤال يعني ده انا كنت لسه هقول لحضرتك السؤال ده ان هو احيانا الحما ممكن في مقابل ان هي ابنها مثلا السن الفلاني سواء الاكبر او الاصغر متجوز واحده، ممكن يكون مثلا جابت جهاز كذا وثلاجات كذا والحاجات المبالغ فيها اللي حضرتك بتعرفها، ممكن يكون عشان اهلها مقتدرين، وممكن الثانيه لا ده الجديد ان البنت ما بقتش في الريف ملزمه تجهز نفسها. البنت دلوقتي في الريف بقت ملزمه تجهز حماتها. يعني الحما دلوقتي بيجي لها غسالات، بغساله بيجي لها مش عارف ايه لازم، وبيجي لها عشاء ام العريس. يعني لقيته من ضمن حسابياته بيقول لي ما قعدت تحسب، قالت لي والخاتم اللي هجيبه لحماتي، قلت له ايه علاقه الخاتم؟ قال لي لا ما هو لازم تجيب لها هديه. ده الفكره ان البنت ما بقتش بتجيب من باب التفضل، البنت بقت بتجيب من باب الالزام. وان لم تاتي بهذا الواجب تلام طول عمرها ودانها مذلوله. وتيجي الخاله من الخالات تقعد قدامها وتقول ده انا بنت مرات ابني جايبه لي مش عارف ايه، وتقعد تعدد في الحاجات. وممكن تبقى بنت فقيره وممكن تبقى مرات. انا عارف واحده من الخالات البلد عندهم بيجيبوا حاجه من ربع جنيه، وفي واحده تانية البلد عندها بتجيب جايبه جهاز كويس، يعني مجهزه نفسها جهاز غالي والكلام ده كله. طبعا التجهيز دوت مش احنا بنحارب موضوع جهاز البنات، البنت مش ملزمه تجيب اي شيء، ولكن ده اللي بيحصل في الريف. تلاقي دي قاعده تقول ده جايبين 100 طقم. هي مش ملزمه مطلقا في حاله ان الراجل برضو بقى عليه الواجبات الشرعيه المعروف في الشرع. الراجل الزواج الشرعي انا طبعا عشان اتكلمت في البودكاست اللي فات في الموضوع ده بالتفصيل فمش عايز اعيده تاني. الزواج الشرعي عباره عن زوج بيجهز بيته وبيدفع مهر وبيتزوج. المرأة عليه ايه؟ ما عليهاش اي شيء. الست ما عليهاش اي شيء. انا هل الكلام ده في الريف؟ معايا حد قال لي ان انا معايا شقه ملك، مستعد اني اجيب كل حاجه، هتيجي تلاقي شقتها كامله مكمله، ليها عندي المهر فقط. انا مش عايز اقول الشاب ده شغلانه كويسه جدا في منصب كويس جدا وعايش في طبقه كويسه جدا، ولحد دلوقتي هو مش لاقي حد يوافق على هذا المبدأ. على العموم ده يعني مش موضوعنا خلاص، بس يعني ايه احنا ما زلنا بنكمل في حته سيطره الحما في الاذلال، وده ممكن يسوقنا. خلي بالك السيطره دي لها جانب نفسي. ازاي؟ جانب نفسي خطير جدا. بعض الحموات بيغيروا من زوجات الابناء. بيغيروا من زوجات الابناء. ليه؟ هي جوزت بطبيعتها ما لقتش حد يفهمها تتعامل ازاي مع جوزها. يعني الام الكبيره دي اتجوزت الراجل جواز عادي خالص، ما اتجوزت وعندها في زمان 14 يعني 15 سنه جوزت مش ما كانتش فاهمه اي حاجه فجوزت كده. فاتفاجئت بالبنت اللي داخله دي متعلمه ازاي ترضي الزوج. البنت ممكن تكون بتقول بتكني الزوج كنيه، ما بتقولوش باسمه مجرد حتى من قبل ما يخلفه.
بتحترمه احترام معين. داخل من البيت بتجيب له تحط له الشبشب وتعمل مش عارف ايه. فالام تبدا تشوف السوابق بتاعتها مع الراجل وتبدا مستغربه، خاصه لو الاب بقى اللي هو الكبير بتاع البيت بدا يبص للبنت دي نظرات اعجاب. يا خبر اسود، ده البنت دي حياتها بتبقى اتدمرت، دي دخلت بين المطرقه والسندان. مبسوط من الراجل، مبسوط من مرات ابنه. وبدا احيانا الراجل الكبير ده يبدا يعلق يقول ده احنا ما كناش مبسوط ان ابنه مبسوط، ما كناش عرسان يا اولاد. طبعا الام ما تعديش الموضوع ده بالسهل. الام تخزن لحد ما يجي الوضع ان هي تبقى هي لوحدها واخده زمام القياده. وتاخد زمام القياده، خلاص بقى الدنيا بتخرب بقى. طيب زمام القياده، بما ان حضرتك بقى يعني قفزت لنا في النقطه دي، خلاص يعني القياده، بيت العيله ده لابد فيه من قياده. يعني وانا بتكلم من ايه؟ من الواقع. القياده هاجي طالع ما ينفعش تطلع لما تقول لفلان او فلان، على حسب بقى ايه، لان مش كل العائلات تقودها رجال. ممكن تكون الحما هي الكل في الكل، ان طلعت وما قالت لهاش انا رايح عند مكان فلاني هتبقى مشكله. خلاص احيانا ده بيكون في الريف حاجه كويس. يعني احيانا خلاص في حاله ان كده بيت العيله قائم، بيكون كويس ان فلانه لما طلعت ده عند بيت ابوها، ده عند راحت تودي الاولاد كذا. لما بيكون كده خلاص ده امر قائم، احيانا بيكون كويس. بس هل ده واجب عليها؟ ده امر. الامر الثاني يعني زمام القياده يعني بيختلف لما بيكون بقى الحما بيكون فدي مشكله في العائله حضرتك ذاكرها هنا. فيعني الاصل في بيت العيله ان زمام القياده هو طول ما الراجل عايش في ايده، اللي هو الحما الكبير. الحما الكبير. زمام القياده في ايده في الظاهر وفي الباطن. طب بيحصل ايه؟ بيحصل ان الراجل ده له حالتين، اما انه يكون راجل قوي جدا ومسيطر، واما يكون ضعيف. في احيانا تلاقي راجل كبير جدا بس الكلمه في الاخر في اوضه النوم مراته اللي بتقولها له وهي اللي بتمشي الدنيا، ولكن لا تجرؤ ان هي تمشي الدنيا قدام مين؟ عشان لسه في بعض الاعراف والتقاليد ان انت ما ينفعش. يعني لذلك هي المخابرات لذلك الاخوه سلسله ازاي تدرس خطيبتك مثلا. انا متكلم تكتشف ازاي الراجل ده، يعني الراجل الضعيف هو ظاهر في الصوره مسيطر، وتلاقي الاخ جاي لك بعد سنين يقول انا كنت شايفه كلمته وهي مكبره بيه بس مش عارف ايه اللي حصل. هو كان بيظهر شويه حاجات بس الاخ كان بيتغافل عنها. بيرجع يقول له طب هرد على الجماعه، طب مش عارف ايه. هو احيانا الكلام ده بيبقى عادي بس مش على طول. مش هو المعتاد ان انت يعني بترد على الجماعه. المشوره نفسها ما فيهاش مشكله تشارك في ده. ما احنا ما بننفيش المشوره ان انت ممكن تاخد بمشوره زوجتك وممكن تنزل على رايها لو هو الاصل. بس الراجل اللي بياخد مشوره زوجته كل حاجه ده ما فيهوش من صفات الرجوله شيء. يعني ايه واخد برأي زوجتك في كل حاجه؟ طب انت هتكبر في نظر الناس منين او نظر زوجتك منين؟ زوجتك اصلا انت بتقل قيمتك في نظرها لما كل حاجه انت تايه ومتبرجل ومش عارف وغرقان في شبر ميه في كل مساله في التجاره. تلاقيه بيشتري جاموسه وبياخد راي مراته، تلاقيه بيشتري مش عارف حته ارض بياخد راي مراته، تلاقيه بيعمل البيت بياخد راي مراته، حتى في دهان البيت بياخد راي مراته. شخصيه ضايعه. الست لو قالت اي حاجه خلاص هو يعني بيصدق ويقول امين. ولكن الست دي احيانا اللي هي حمات البنت بقى اللي هي الست زوجته بقى احيانا بتكون هي مدياله موقف الصداره وفي غرف النوم كل الامور تدار. فبعدين في حاله بقى، في حالتين بيحصلوا، ان الست دي هي اللي بتموت وان الاب هو اللي بيموت. الست لو ماتت قبل الاب ده موضوع اقل وطأة، لان الراجل كده متحكم وعنده دماغ ومسيطر وبيتحكم في البيت فالدنيا ما بتضيعش. لكن بقى في مشكله كبيره ان الاب يموت فالست تاخذ زمام القياده. تخيل بقى الراجل طول عمره بيتحكم بعقله، تيجي واحده بتتحكم بعواطفها وتحط نفسها مقام العقل مش عارفه، وهنا الموضوع بتفسد. بتبدا بقى الموضوع تلاقي بقى خلاص ما فيش رابط للموضوع، فتبدا بقى ممكن تقلب الموضوع احزاب، ممكن ترد الالم لفلانه الفلانيه اللي هي عملت مش عارف ايه فيها في كذا. وكل ده ممكن يكون على حساب اولادها وحساب استقرار اولادهم، وتبدا تاخد الاولاد بقى الصغيرين الجيل اللي هم الاحفاد وتبدا تميز في المعامله ما بينهم، تميز في المعامله، تقرب دوت وتبعد دوت وتدي لدوت وتخصم من دوت وتحرم. ما عندهاش بفطرتها، ما عندهاش الفكر الصحيح، ما عندهاش الفكر والقياده الصحيحه. والاولاد بيبقوا ماشيين عشان ما يزعلوش امهم بس، فالولد ده بيسقط من نظر زوجته لان زمام القياده حقيقه ما عادش في ايده.
زمان قياده بقى مع الام، هنا تتفقم المشكله. ولما تيجي الزوجه تتكلم في حاجه وتقارن نفسها بالام، هي بيبدا يزعق ويقول لها قراري. قال فين قرارك يا عم الحاج؟ ده احنا بقالنا 20 سنه عايشين، انت مالكش كلمه اصلا في البيت. ولذلك انا قلت لك، وده من الحاجات المؤسفه، اول ما ظهر الموبايل ظهر الفساد. ليه؟ لان الناس كانت مشحونه، واول ما بيموت الكبير بتاع البيت ده بتلاقي البيت فسد، لان هو قائم على اساس هش، مش اساس صحيح من الدين. فالبيوت اللي بتستقر هي البيوت اللي قامت على الدين، وكل واحد فيه عرف الحلال والحرام وحط ضوابط. البيوت التي لا تستقر هي اللي مشت على الاعراف المجتمعيه وكلام الناس، وده فلان قال وفلان عاد ولازم نجيب مش عارف ايه وبتاع. بتلاقي الموضوع ده كبير جدا في المواسم. البنت بتتعارب الموسم اللي اهلها جايبينه ان هي ما نزلتش الحما كذا، يعني حاجه غريبه. ابوها جايب لها حاجه، ويبداوا يقارنوا بين الموسم بتاعك ايه والموسم، حاجات يعني اعراف ما انزل الله بها من سلطان. وبقى في ناس بيقطعوا الرحم بسبب ان الامور دي بتشق عليهم. وتلاقي الابن طالع، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بستغرب لها جدا. امك نفسها في حاجه، طالع متداري كده من امك وطالع لمراتك عشان تاكل عيالك، وسايب امك ما بتاكلهاش، ما بتجيبلهاش حاجه، ما نفسها في حاجه ما بتجيبهاش لها. دي حاجه غريبه جدا، وده مش من البر، ويجي يتصدر في حاجات تانية يضاع الدنيا. طبعا يعني هل الزوج يعمل ايه في الحاله دي؟ يعني يواكب ازاي ما بين ان هو بقدر المستطاع ما دام بقى ان كده البيت العيله، فخلاص في سلبيات كده موجوده وهنتكلم فيها في حلها دلوقتي، ولكن هو يعمل ايه؟ انه عايز يؤدي واجبات زوجته بقدر المستطاع، في نفس الوقت يرضي امه، داخل بحاجه خلاص. هل يطلع لزوجته ما يديش منها لامه، ولا هل انه مش واجب عليه؟ يتعامل ازاي في الجزء ده؟ الراجل اللي بيسمح لزوجته تتدخل في النفقه اللي هيديها لامه ده ما يعتبرش راجل. يعني اما الزوجه تبدا اول حاجه تقول لك انت بتدي اهلك ايه، ابدا اقف هنا معاها، دي ليست امراه صالحه. مش معقول لما هي ملهاش تدخل في الموضوع ده. بياكلك وبيشربك يا ست الكل، بس عايزين نبني وعايزين نعمل، كيش دعوه. انت ما تتدخليش في الذمه الماليه الخاصه اللي هو بيبر بيها اهله، ودي بيحصل فيها مشكلات كتير. خلي بالك خاصه مع الاخوه اللي مسافرين، بيتصلوا بيا من السفر، الزوجه عايزه اللي هم ما طبعا بياخد بالدرهم وبالريال والكلام ده كله، وبيجوز اخته وعمل لابوه عمليه، وتتفاجئ ان في زوجه واقفه قدام جوزها ان هو بيعالج امه او بيعالج ابوه او بكذا. ما ده لازم يعيش تحت رجليهم. الناس مش قادرين يفرقوا بين الموضوع ان انت تبرهم وان انت تبرهم على حساب حد تاني، بظلم حد تاني. طب هي الحما معاملتها صعبه جدا، خلينا نقر ان هي صعبه لابعد الحدود. بتتعامل معاه هو وزوجته اولاده بنوع من اسوأ المعاملات. هو يعمل ايه؟ ده بقى بيجي الحل الجذري، يطلع من البيت فورا عشان تبقى حبيب الكل. انت هتتقاطع شويه، يعني هيحصل بينك وبينهم قطيعه شويه. لو ما عرفتش تفصل فصل نهائي اطلع من البيت، دي ما فيهاش مشكله. انا لقيت اخ من الاخوه صديق ليا شغال معانا في العاشر. الاخ ده كان بيجي يسافر اسبوع وبيرجع لزوجته خميس وجمعه، وهو كان لسه عريس يعني. فبعدين بقول له انت جبتها العاشر معاك، زوجتك معاك؟ قال لي لا، اجيبها ازاي؟ قلت له انت جيبها زي الناس يا عم، انت متجوز ليه؟ قال لي لا ما اعرفش اجيبها، ده ابويا يبهدل الدنيا وبتاع، وانا مجهز شقه في بيت العيله ليه. فقلت له كلمه خلت الاخ ده راح جاب عزال وجه والى الان بيدعي لي. قلت له ده اللي عايش مع النساء في حرام حظه من النساء اكتر منك. الاخ سمع الكلمه وقال لي بتقول ايه يا شيخ احمد؟ قلت والله يا ابني اللي عايش مع النساء في حرام حظه من النساء اكتر منك. انت عايز تقنعني ان انت سايب زوجتك وانت تقدر تجيبها هنا وتأجر لها شقه وتقعد معاك عشان اصل ابوك منعك؟ ما هي دي مصيبه من المصايب اللي احنا بنشوفها. تلاقي الاب عمل للابن بيت او عمل جهز له شقه والزم الابن يصرف فلوسه لمده سنوات، والابن ممكن يتاخر زواجه، خاصه في الصعيد. الاخوه في الصعيد شغله عندنا في القاهره في الوجه القبلي بتاعنا والبحري كده البحري والوجه القبلي البيت بتاع العيله. فلازم يبني بيت، آلاف مؤلف، لازم يبني بيت الاول، يعمل الشقه، يجهز الشقه بتاعته الاول، وجوازه اتاخر لبعد 30 علشان هو لسه هيعمل الشقه بتاعته. فبقول له طب انت بتعمل الشقه هناك ليه
وما تعمل الشقه هنا من الاول. يقول لا ده ابويا لازم يقول لي الاول اعمل بيت العيله. طب ليه يا ابني؟ يقول لي عشان انا بروح في العيد، هروح عيد الفطر اسبوع وعيد الاضحى اسبوع. طب بالله عليك يعني دي مش سفاهه؟ يعني تاخر زواجك كل المده دي علشان تعمل شقه ملهاش اي 30 لازمه. ليه؟ لان الاب عايز كده. ما ينفعش تطلع من بره البيت، لازم تعمر البيت ده الاول. هتعمر البيت ده الاول وفي الاخر ممكن في الاخر يجبروه يسيب زوجته. تحكمات غريبه جدا. لازم يسيب زوجته. انا اعرف واحد يعني مستقر هنا وعايش هنا واولاده اتولد تم انجابهم هنا وعنده شقه في البلد. يعني الشقه دي كفيله ان هي تسد دين معين عنده موقف حياته، مش قادر يبيعها. لا هو اللي قاعد فيها ولا هو اللي اخ عنده مشكله في الخلفه وراح جاي عليا يقول لي عندي مشكله في الخلفه ومش عارف اتواصل مع زوجتي، برجع لها كل شهر يومين وبتاع. فالدكتور قال لي لازم انت وزوجتك تبقوا مع بعض على طول. قلت له طب ما تجيبها يا ابني تقعد معاك هنا في المكان اللي انت عايش فيه. قال لي على امي وابويا والكلام ده. قعدت اكلمه ان الموضوع ده انت كده بتضيع. الحمد لله معاه ذريه دلوقتي بعد ما قرر القرار ده. يعني في اخوه كتير عايشين في ضلال، وتلاقي الاخت ايه يعني مسكينه كل ما تكلم يقول لها ابويا وامي. يا عم هي عايزه تستعف. انا ببقى قاعد في مشكلات الاقي الاخت بتلمح من قريب او بعيد ان هي مش لاقيه الاعفاف. طب في نقطه عكسيه، يعني في نقطه عكسيه خالص. نعم. يعني في حالات هو اللي محتاج لدفء العائله دي، هو ضعيف ماديا، ضعيف اقتصاديا، ضعيف في اداره شؤونه حياته، فبالتالي هو جزء من العائله دي لو انفصل هو لا يستطيع ان يقود عائله منفرده، لا يستطيع ان هو يدير بيت منفرد. ده نقول له ايه؟ انت بتتكلم عن واحد مثلا شغله راتبه 5000 6000 ومطلوب منه انه يأجر مبلغ او شقه بالمبلغ ده في المكان التاني، ونقول له هات زوجتك، فالمفروض انه هياكلها طوب وحجار. ما هي قاعده في بيت العيله على الاقل بتاكل وتشرب من خير البيت، صح؟ الاخ ده بنقول له حط لنفسك خطه واشتغل عليها، ونية كويسة ان انت هتشتغل وتجتهد عشان تجيب زوجتك معاك. يا اخوانا ما تسيبوش زوجاتكم لوحدهم في الزمن ده. ما تسيبش زوجتك. بس انا كنت لسه قاعد مع اخ امبارح من الصعيد بيشتغل عندنا في العاشر، يعني شيال وكده وبيشيل وبتاع. فبعدين بيقول لي انا كنت في البلد عند العيال بجهز الشقه وبتاع وهو شغله هنا. بقول له ليه؟ قال لي مع العيال قاعدين هناك. قلت له عيالك في سن كام؟ قال لي الولد في 6 ابتدائي والبنت في 3 ابتدائي وفي عيل لسه صغير. قلت له سايبهم للام؟ قال لي مراتي، انت تعرفش مراتي بتربي. قلت له مراتك عمرها ما تطلع راجل. الناس دلوقتي عندهم خلل لما بيقعدوا يقروا قصص السلف، الامام الشافعي والامام احمد والكذا كذا، يقول لك ربتهم امهاتهم. لا ما ربتهمش امهاتهم ذهبت بيهم للشيوخ يعلمهم الرجوله والعلم، مش الام اللي تفرغت لتربيه شهادتهم للي يقوم على طبعا ما في. لازم يظهر لك في حياتك راجل. هو الامام احمد ده والامام الشافعي ما ظهرش في حياته راجل من وهو صغير. دلوقتي انت سايبه للام، بيروح المدرسه بيرجع للام هي اللي قاعده تربيه. ابن القيم كده وضعوه عند ابن تيميه يعيش معاه. حاجه. كل علماء السلف كان عندهم اللي تربى يتيم مش الام اللي ربته زي ما الام قامت عليه، ولكن ذهبت به لمشايخ وعلماء يعلموه. اتعلم منهم الرجوله، اتعلم منهم الصبر، اتعلم منهم التقوى، اتعلم منهم الدين، اتعلم منهم الاحكام. دلوقتي انت لو عايش عشان تقول لي اصل مراتي اللي الست ما هتربي ولد ويطلع فيه صفات الرجوله، ده الكلام ده كله مش كله مفروغ منه. هو انت ما تيتمتش عشان الام ربنا يكرمها ويربي لك ابنك، انت لسه موجود. فده خلل كبير جدا عند بعض الناس. فكل واحد عنده مشكله في بيت العيله مش عارف يطلع زوجته منه، ارسم خطه لنفسه، خطه خمسيه. يعني ما يسيبش الامر كده عشوائي. لا يسيب الامر عشوائي. سيسال امام رب العالمين سبحانه وتعالى ورب الكعبه، والسؤال امام رب العالمين مرير. انا لا اخ دلوقتي يحمل على اولاده وزوجته ما يطيق. ابنه في ابتدائي، ابنه في اعدادي، ابنه في ثانوي، جايب له موبايل تاتش. ده مصيبه دي. تلاقي بنته عندها موبايل وفي الاخر يجي يشد في شعره ويقول البت لقيت لها صور مش عارف ايه ولقيتها لها مقاطع على التيك توك. ما بتسمعش الكلام ده؟ واللي مسك بنته ضربها في التيك توك وهو هو مش داخل. هي مش دي في كوره فلاحين يا جماعه؟ مش دي كوره المفترض ان هي لسه محتفظه بالاصول؟ المشاكل ما بتتحلش بالمسكنات يا جماعه. انا مش هقعد اديك مسكنات واقول لك المشكله هتتحل. لا، المشاكل احيانا بتدخل فيها تدخل جراحي. انا بقول لك مشكلتك هنا. ما تجيش تقول لي هو بيت العيله حلو ولا وحش. لا، بيت العيله عندك لو بيتفادى الحاجات دي هو بيت حلو، لو واقع في الحاجات دي بيت وحش.
ارسم خطه واطلع منه. بيت العيله ممكن يبقى فيه صله رحم بزياده، تلاقيهم متجمعين ومترابطين. بيت العيله ممكن يبقى فيه انت قريب من والدك، قريب من والدتك، قريب من اخواتك، ولكن لو ظهرت الصفات السلبيه اللي انا اتكلمت فيها على مدار الحلقه دي، اول ما تظهر الصفات دي انا بقول لك احذر، قوا انفسكم واهليكم نارا. طيب يعني في نقطه، يعني نقطه هي غريبه شويه. نعم. غريبه. اللي هو حضرتك بتتكلم دلوقتي ان زوجة جت لقت نفسها في بيت عيلة، عاشت المعاناة وعاشت التجربة وعارفة ايجابياتها وعارفة سلبياتها وعاشتها بكل تفاصيلها ومشاعرها، ومع ذلك هي نفسها لما بتكبر اول حاجة بتعملها ان بتبدأ تجربة جديدة وتخلي اولادها وبناتها يعيشوا نفس التجربة، تعمل بيت عيله. للاسف. اقول لك ليه. اقول لك ليه. يا ريت. هم نسيوا السنة الاولى حصل فيها ايه، فالتعامل بينهم على مدار 20-30 سنة أورث من الجفاء اللي استطاع انه ينسيهم العمر اللي فات كان فيه ايه. فيبدأ يكرر مقالة الأب، هنعمل بيت يلمنا انا والعيال. ولما حد يقول له يا عم في سلبيات في بيت العيله وانت كنت قاعد من 30 سنه على الجسر في البلد وقاعد تشتكي الفلاني اللي الله يرحمه مات وقلت لنا في مشاكل، قال لا 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 احنا مش زي غيرنا. بص بقى احنا رجعنا لاول حلقه ازاي. احنا مش زي غيرنا، وتبدا في السلبيات. هو انت ليه لما السلبيات دي كلها بتظهر ليه مش اول بيت عيله انتهى؟ لان الناس نسيوا مع مرور الزمن. عارف انت اللي بيدخل تجاره والتجاره دي بالنسبه له خسرانه وهو كان غني، وبعدين مشي في التجاره الخسرانه سنه سنتين ثلاثه، الراجل ده كان بيكسب 100,000 كل شهر، دلوقتي بقى بيكسب 5000. سنه سنتين ثلاثه نسي انه كان بيكسب 100,000، بقى راضي بال 5000 وفرحان قوي، ولما يوصل 4000 يقول الحمد لله انا ما نزلتش كتير. انت واخد بالك من الموضوع؟ فلما يبدا يكبر بينسى. ليه؟ لان هو اتعود من زوجته، ما عادش هو اصلا. بص بتيجي فتره انت مش عايز مشاعر، خلاص انت المشاعر دي حاجه بقت جافه روتينيه. حتى زوجتك لو قالت لك يا راجل قول لي كلام حلو، طب هات لي هديه، يا وليه احنا لسه صغيرين. بتسمع الكلام ده؟ هم وصلوا المرحله دي ليه؟ وصلوا المرحله دي علشان هم نسيوا. للاسف الناس بتنسى، فبيستنوا لما يعدوا كل العمر ده علشان بيعدوا كل العمر ده بالحاجات اللي المفروض كم شباب يا استاذ امير بيكلموني ان هم بيجي يطلع من بيت العيله او يكلم اهله بيدخلوا عليه حرب. انت مش متخيل الشباب دول، شباب زواجهم بيتاخر ويجي يقول لي انا هقع في الحرام، ومعظمهم من الصعيد لان العاده دي عندهم في الصعيد جامده جدا. هو الولد عايش يقول له لا مراتك بتاعتنا، انت بتتجوز واحده لابوك وامك. هم عايزين كده، انت بتتجوز واحده دي قاعده لابوك وامك، حاجه غريبه جدا يعني، دي بقت حكر عليهم. وبعد كده يقول لك الزوجه فسدت، الزوجه اصل الزوجه، لا انت اللي مش راجل، انت اللي مش حاكم البيت. طيب يعني نقطه اللي هي مستنيينها الناس، الحل اللي يخلي الناس تتفادى كل السلبيات. خلاص احنا مش بنقر او مش بنعترض ان مفيش ايجابيات، ولكن الاستاذ احمد من كثره افحامه في الموضوع ده وانخراطه فيه والاسئله والشكاوي اللي بتجيله، وهو يعني جزء من حياته كبير اسس فيه الامر ده، ولذلك هو يعني بيتكلم بشراهه وبشراسه وبواقع هو لمسه وعاشه، ولذلك هو يعني عنده حزن وشده، وهو عايز يقول خلاص ان احنا مش هنقعد نسكن على الامر لحساسيه ان ده لا دي المحافظه الفلانيه، اصل ده قريه، ده ريف، ده الناس هتتضايق، ده اهلنا يعني في البحري او قبلي. خلاص هو الامر طبعا مش خاص بالصعيد فقط، يعني كل محافظات الريف سواء بحري او قبلي غالبا الجزء ده فيها، وفي بعض المناطق الاحياء لحد ما الاحياء القديمه في المحافظات المدن الكبرى فيها المشاكل دي. ولكن هو عايز يقول احنا مش هنفضل كده، يعني مش هنفضل نقعد نسكن على الامر، لابد ان احنا نفتح الجرح ونطلع ما فيه من فساد وما فيه من ألم وما فيه من مشاكل عشان نبدأ نحل. وهنا نتكلم مع حضرتك الحل انا قلت لك البيت لو قايم مستقيم احنا مش هنتكلم عنه، حتى ولو بيت عيله. البيت حتى لو بيت عيله، يعني ممكن يكون بيت عيله وفيه الاستقامه، بس مش البيت الاولاني. البيت الاولاني لا الحاله الاولى اللي هم قاعدين مع بعض وبتنزل وتقعد مع اخواته وبيقعدوا ياكلوا مع بعض والاختلاط ازاي ده منهي عنه شرعا، ده منهي عنه شرعا منهي عنه. احنا مش بنتكلم على البيت ده يعني نسأل الله السلامه والنجاه، ده صاحبه بيأسم والبيت كله يعني واقع في ذنوب لا يعلم بها الا الله، ولما يقعوا في المصايب هم مسؤولون امام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تقوليش اصل زوجتي هي ايه اللي حصل لها مع اخوي. انا جالي اخ شباب وبيقول لي انا طلعت من المصحه وجاي لك. بقول له ليه؟ بيقول لي انا في سفري زوجتي وقعت في الحرام مع اخوه.
اللي هو ساكن في الدور اللي فوق وهو بيعدي طالع نازل من جاي من عند امه، معدي على شقه اخوه، معدي على شقته، طالع شقته، وهو متزوج وهي متزوجه. فانت يعني انت متخيل وضع زي كده؟ الراجل دخل مصحه نفسيه، مش عارف هيعمل ايه مع اخوه، مش عارف يعمل ايه. ليه الموضوع ده؟ ودي واحده ايه اللي طلعها او ايه اللي خلاها تقع في الفتنه دي؟ ما هو غيابك. احنا مش بنقول لها انت صح، بس ده سبب من ضمن الاسباب. فانت لما تيجي تعرف ان انت بتسيب زوجتك فترات طويله، عندك اخوات في البيت، الاخوات دول ممكن يكونوا لسه في سن الشباب، منهم اللي متجوز ومنهم اللي مش متجوز. ما تقولش اصل اخويا متجوز، ما الحالات بتجي لنا متزوجين، وزين المحارم للاسف الشديد بيقع مع ناس متزوجين. يعني ايه اللي بيخلينا يعني نتكلم في الامور دي الا ان الموضوع الواحد صدره بيضيق بسبب المواضيع دي. فلما تيجي تقول تعرض نفسك امام رب العالمين سبحانه وتعالى، انت قوا انفسكم واهليكم نارا، هتقي نفسك واهلك النار ازاي؟ لازم تقيهم النار. البيت ده لو هو سبب النار، اطلع من البيت، ارسم خطه واطلع. مش بقول لك اطلع من دلوقتي واكلها طوب، لا، ارسم خطه، اشتغل. انت عندك شغلانه بتجيب لك 5-6 آلاف، اشتغل كمان شغلانه جنبها. ارجع لزوجتك، هي يكفيها منك ساعتين في اليوم، ارجع لها على النوم، ما فيش مشكله، بس خليها في حضنك، احتضنها، ما تسيبهاش تتعرض للفتن، وانت كمان تتعرض للفتن. وانت غايب تلاقي الست مقضيها وهو مقضيها في مكان شغله، وحاجه اخر، والعيال طالعين فشله، عيال ما تربوش، وحاجه يعني مش عارف كيف. يعني الواحد مش عارف هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الذريه اللي طالعه من كل المهازل دي ازاي. نسال رب العالمين السلام والنجاه. الوقت مع حضرتك يعني بيعدي سريعا حبيبي، ويعني احنا قدر المستطاع حاولنا ان احنا نلم الامر في وقت قريب، ولكن الكلام ما بيخلص في الجزء ده مع الاستاذ احمد الاهواني، جزاه الله خير، ربنا يبارك في حضرتك. يعني ختاما، بيت العائله زي ما قال الاستاذ احمد ممكن يكون مرحله مرفوضه تماما، اللي هو الاختلاط التام، الاختلاط اللي ما فيهوش اي انفصال، ودي مرحله هو بيرفضها تماما. الاستاذ احمد بيرفضها تماما، بيقول ان فيها مخالفات شرعيه صعب ان الانسان يتجنبها. يعني الكل منخرط، الكل مجتمع، ما فيش اي انفصال في اي جانب. ده مرحله. المرحله الثانيه ان بنقول لا، ممكن في بيت يكون في نوع من التناسق، في نوع من التهذيب، في حد في البيت بيقدر يعمل انفصال شرعي شويه، في اماكن نقدر في بعض الحريات او في بعض الخصوصيات اللي يقدر النساء والزوجات والازواج ياخدوا حريتهم فيها شويه. من هنا نبدا ننصح الجميع يعني ان احنا نداوي الجروح، مش مشكله. يعني المشكله مش بحد ذاتها ان هي موجوده، ولكن احيانا المشكله بتبقى اكبر لما بنتركها. يعني في بعض الامور الحساسه اللي قال فيها الاستاذ احمد، في فعلا الناس بتخاف تتكلم فيها، واحنا في نقاط يعني احيانا بنلمح ليها. الاستاذ احمد جريء جدا ويعمل لنا مشاكل، خلاص ربنا يسترها يعني، ولكن جزاه الله خير، هو عايز يحل. ممكن يقول يعني ان احنا ممكن نتعب شويه في الحل، ممكن البعض يزعل، ولكن في المستقبل انت هتحافظ على اولادك، هتحافظ على زوجتك، هتحافظ على استقلاليتك، تحافظ على الاسره اللي انت هتحاسب لها امام الله. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ختاما نشكر الاستاذ في نقطه اخيره برضو عشان ممكن اكون ما قلتهاش، الاخوه هيسالوك عليها. طب انا ما اطلع بالطريقه اللي انت بتقول عليها دي، وخلاص انا بنقذ ديني وبنقذ اسرتي والكلام ده، بطلع الام بتغضب عليا والاب بيغضب عليا، بقول له اطلع ودانك اترك الباب لحد ما يفتح لك تاني، وافصل زوجتك خالص عن المنظومه. يعني انت مكلف تجاههم بالبر، يعني خليك تحت رجل امك لحد ما تفتح لك تاني، لكن ما يربطش ده ما تربطش ده مش لازم عشان انت تبر امك تضيع مراتك وتضيع عيلتك، مش لازم. نسأل الله عز وجل يعني ان الناس دايما تسعى للتوعية، وده جزء اهم في الحياة. والاسرة المرتبطة من احد عوائق واحزنة الشيطان، والاسرة المتفككة دي من اكبر الاشياء اللي تفرح الشيطان. ان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.